اهلا بيكم في بودكاست ابين في الداونز. النهارده حلقه سبيشال جدا جدا جدا. ليه؟ لان دي اول مره انتوا هتشوفوا يوسف وحسين. اهلا بيكم يا جماعه. فعلا انتوا شايفيننا بجد اول مره. ولو انتوا كنتوا عارفيني من الحلقه الاولانيه فدي اول مره برضو تشوفوني. انا سلمى من سلمى تسال، وبسطت قوي 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 من فكره ان احنا لاول مره بقى هنطلع على الكاميرا. اولا عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لكم وتشوفوا الورق وتشوفوا معانا، وفي نفس الوقت عشان تتعرفوا اكتر على الابين في الدمس. النهارده احنا هنعمل دور ال16 على 2. هنختار 8 افلام. للاسف ال8 افلام محصوره شويه بالنسبه لهم، بس هي بالنسبه لي تحفه لان دول ال8 افلام من الافلام اللي انا اتفرجت عليها اثناء استكشافي للسينما المصريه. عملت لي عليها ريفيوهات على القناه بتاعتك. طبعا عامله كل فيلم من دول ريفيو على الشانل بتاعتي سلمى تسال، يعني يا ريت لو عندكم وقت تتفرجوا عليها. هنعمل نحط فيلم قصاد فيلم، كل واحد منا هيختار فيلمين هنحطهم قصاد بعض. الافلام اللي كسبانه من اول 4 جولات بيتصعدوا للجوله اللي بعدها، ثم بيبقوا فيلمين، ثم بيختار احسن فيلم مصري سلمى شافته. هو يعني للصدفه برضو انه ال8 افلام دول برضو يعني ما بيعدوش كتير عن الافلام المفضله بالنسبه لنا اللي احنا بنحبها. يعني هو اصلا كتير منهم بيزد على الاختيارات بتاعتهم اصلا. يعني بشكل بشكل ما كان في حوارات متعدده، كان دي ترشيحات لسلمى وهي بتبدأ لسه تتعرف على السينما المصرية من خلال مخرجينها المميزين. يعني عايزين نقول كمان فكرة دور 16 دي لأستاذ محمود مهدي، طبعا هو صاحب الفكرة، فتحية ليه، شاوت اوت ليه كبير جدا. واظن هو كمان كان بيشجع انه الناس لو حابه ان لو حد حابب يعمل ده يعني يا ريت يعمله بالطريقه بتاعته وبتاع، فشكرا ليه فعلا على الفكره. شكرا ليه طبعا، هي فكره مميزه جدا ونتمنى ان احنا نقدمها بشكل حلو. يعني يا ريت تستمتعوا ان شاء الله بالحلقه معانا النهارده. نبدا بقى نسحب الافلام. سلمى طبعا تبدا الاول. اتفضلي. يعني يا جماعه شفتوا ده عشان هالوين بس، عشان كل سنه وانتم طيبين. صارفين ومكلفين يعني. ماشي. خايف قوي من القرعه، خايف قوي. يا رب ما تحطش فيلمين انا بحبهم قدام بعض. كيت كات مبدئيا يعني حط يا ابني كيت كات. حط كيت كات عندك يا رب. يا رب مش الفيلم اللي في دماغي. فلوس البيضه والحجر. كويس. علي عبد الخالق. حلو قدام بعض. لا جاي لاقيين على بعض. حسيتك اخدت القرار. حلو. لا مش اخدت القرار، بس حاسسهم يعني نفس في السكه قريب. اسحب. ماشي. ليه؟ اتفضل انت. اتفضل انا الاول. يعني. ماشي يلا. بالظبط. مش وقت والله للكلام ده. زوجة رجل مهم. كويس جميل. محمد خان. طب كويس، الدنيا ماشيه ايه ده؟ انا سحبت كل الافلام. خلص دلوقتي الدور. اسكندريه ليه؟ يوسف شاهين. اخر واحد شفته. واو. طب ايه بقى الدنيا؟ حاجه هايله جدا. اسحب. اتفضل. شكرا جزيلا. كده خلاص، كده عندنا جنب تمام. بقى بتاع كام؟ والله صار 4 كمان. سسبنس. الحريف. محمد خان برضو. اتفضل. صوتي 83 ولا 84؟ 83 عشان الافيه. شوف بقى الصحاب بقى. الصحاب بقى ارض الخوف. طب كويس. انا شايف الكاتيجوريز قريبه من بعض. هايل. كلام جميل جدا. هننهي طبعا بالاستاذه سلمى تختار بقى يا ترى ايه اخر فيلمين معانا في انا تعرفوا استنى. انا فاكر فيلم فيهم، فاكر خلي بالك من زوزو. والتاني ايه بقى؟ التاني ايه بقى؟ استنى والله احتمال افتكر. فكر كده كان ايه؟ ولا ايه ده؟ الاثنين بتوع خان هنا، الاثنين بتوع داود عبد السيد علي. ايه ده؟ لا مش فاكر. وانا ليه مش فاكره؟ طب نشوف. طيب انا فاكر خلي بالك من زوزو، بس مش فاكر الفيلم. عشان انت الارهاب والكباب. ايوه. ايه ده؟ ايوه صح. ايوه معلش يا جماعه. 92 دي خلي بالك من زوزو بقى. اكيد خلي بالك من زوزو. 72 20 سنه. كويس. سينسحب الهالوين. بس كده نبدا دلوقتي. تم تحديد المباريات وهنبدا بقى ان شاء الله نتكلم فيهم. نبدا بقى ايه؟ تفتكروا من اليمين ولا من الشمال؟ اليمين طبعا. اول واحد طلعناه. طيب ماشي. احنا عندنا البيضه والحجر والكيت كات 90 و91 تقريبا، يعني نفس السنه. اه فا ايه، حد عنده حاجه يقولها في الاول؟
بصراحة يعني نختار. لا ما تختارش على طول بقى، استنى انت مستعجل، انت عندك اختيار. لا ما انت لازم نتكلم على كل لازم فيلم الأول. تختار عشان وبعد كده تشرح وجهة نظرك، ولا لا العكس؟ لا نتكلم على براحتك. فيلم نتكلم فيه ماشي. الأول. انت عادي ممكن تتكلم عادي. البيضة والحجر والكيت كات. واحنا عندنا مبدئيا ده فيلم يعني متاخد عن رواية، ده فيلم مكتوب سيناريو اصلي للسينما. الفيلم ده كان مين؟ محمود ابو زيد. وده تقريبا اظن ثالث فيلم ما بينه وبين علي بالخير، استنى متاكد والله عشان انا كده في ريفرنسز طبعاً. هنا. هو ده الفيلم الرابع، الفيلم الرابع ما بينهم. هم اصلا هو عمل يعني كتب 5 افلام كده ورا بعض، تحسوا ان هم نفس يعني نفس العالم او نفس الستايل. اللي هو العار. شفت العالم؟ شفتيه؟ ما بحبوش. كان معانا في الكواليس بس، بس يعني نطرناه. انا ما بحبوش بصراحه. بس قوي لما بيتقابل من عشان العار، الكيف، جري الوحوش، والذل. بس الذل ده بقى وقع من علي عبد الخالق، خده محمد نجار. واخر فيلم فيهم هو البيضة والحجر. دي الافلام اللي هو ابنه بيحاول تاني يعني انتاجهم حاليا يعني. بس فاحنا عندنا فيلم يعني ليه مؤلف وليه مخرج، والفيلم التاني مأخوذ عن رواية وبس المخرج بتاعه هو المؤلف. لو غير كده الفيلم مختلف تماما عن يعني مش مختلف تماما يعني غير مختلف الى حد كبير طبعا عن الروايه، انه الروايه اصلا هي عباره عن بورتريهات كده للشخصيات، مش مقتبس قوي يعني هو مقتبس طبعا يعني هو يعني لان هو الشخصيات دي والشخصيات المحوريه في الروايه مش هي نفس الشخصيات المحوريه في لا هو الشيخ حسني شخصيه مهمه في الروايه بس مش المين كاركتر. لا مش المين كاركتر هو يوسف ابنه اللي هو الابن بالظبط. بس هو ما كانش الابن اصلا في الروايه، يعني هو في الروايه مش طالع ابنه اصلا، هو طالع واحد من اللي ساكنين في الكتكات. الفيلم بيحاول يربط بين القصص اللي موجوده في الروايه. ايوه استاذ داود عبد السيد قال لي بشكل شخصي كان في مكالمه خاصه كلمت استاذ داود عبد السيد عشان اكلمه بالذات على الفيلم ده واقتباسه من ملك الحزين. فهو قال لي ان انا حاولت اعمل تربيط ما بين الشخصيات عشان اعمل دراما ظاهرة على الشاشة، مش دراما داخلية، يعني مش دراما جوه بس الشخصيات، لا دراما تبقى بره. اللي هو يوسف عايز يسافر، ابوه عقبه في طريقه فلازم يبان ده على الشاشة. فعشان كده هو قرر انه يعمل انه يوسف ابن الشيخ حسني مش شخص يعرفه بس وخلاص، عشان يبقى فيه يعني الموضوع في دراما عائلية قوية يعني. برضو نقطة تانية بين الفيلمين دول ان واحد من المين كاركترز اللي في الفيلمين هو المكان. ايوه صح. المبنى بتاع البيضة والحجر ده مهم قوي، ومين الناس اللي ساكنه والجيران والترتيب بتاعهم والسطوح. ايوه والكتكات طبعا، الكتكات نفسه والحي نفسه والبيوت. وانت خلاص على اخر الفيلم مين بتكون انت خلاص عارف المبنى وعارف الحاره وعارف الشارع، مين ساكن هنا ومين. تعرف ان الحاره دي مبنيه كلها ديكور؟ لا انسي ابو سيف كل ده ديكور خطير. كل اللي كل اللي باين ده ديكور، لانه كانوا قالوا انه لما نزلوا الكتكات الاصليه يعني الشوارع اضيق من كده فمش هيعرفوا يصوروا اصلا، فقرروا يبنوا كل ده ديكور. وانسي ابو سيف الصراحه عامل شغل عالي جدا. فيلمين كمان فيهم يعني حاجتين مميزين، انه الموسيقى التصويريه مميزه، الموسيقى التصويريه بتاعت الفيلمين حلوه قوي، كمان في اغاني حلوه في الفيلمين. ايوه فعلا. فالفيلمين فيهم اغاني حلوه، فيهم مكان يعني رئيسي، فيهم شخصيات. طبعا احنا عندنا احمد زكي ومحمود عبد العزيز، يعني انا مش عارف بالظبط، مش عارف اتكلم اقول ايه، هما الاثنين حاجه هايله جدا في التمثيل. فاحنا عندنا فيلمين قريبين قوي من بعض. بس الصراحه بكل صراحه انا عندي اختيار، لانه لسبب ما في فيلم منهم بتاثر بيه اكتر من التاني. ده حاسه انت اختار كده، ده سبب لا ما تقوليش كده. حاسه اقول لك اتكلم داود عبد السيد. اصل داود عبد السيد ده من مخرجيني المفضلين بكل صراحه. انا مش بفضل قوي علي عبد الخالق بكل صراحه، عنده نزعه اخلاقيه كده مش جايه معايا سكه. انا بحب اكتر داود عبد السيد، لان داود عبد السيد بحسه يعني بيتكلم في حاجات ممكن تبقى انسانيه اكتر من فكره الاخلاقيات كده يعني. مع اني لسه شايف امبارح اغنيه على الممر بمناسبه 6 اكتوبر يعني. كان اول فيلم لعلي عبد الخالق، فكان يعني كان مميز جدا في ما اظن هو في الاول كان لسه اظن كان جاي من بره، كان دارس بره، مش عارف والله مش عارف. بس هو اغلب الجيل ده كان فعلا دارسوا بره وكده وجم مع الحرب وكده. بس يعني انا عندي اختيار، ولكن يعني ايه بعد الفاصل ولا ايه؟ لا مش بعد الفاصل يعني. انا برضه هستناكم برضه تقولوا يعني ماشي. انتوا شايفين ايه؟
انا بالنسبه لي برضو بالنسبه للجماليات وعالم الفيلم، انا بحب برضو البيضة والحجر ستيل. بس انا بالنسبه لي كمقارنه بين القصه والصوره والموسيقى التصويريه والاداء كمان بتاع الفنانين، انا ارجح برضو الكيت عن البيضة والحجر. عايزين نتكلم على البيضة. حاسس ان احنا هنخرجه لا مش لا، مش, لا، مش لا. هنخرجه خالص. احنا محتاجين نتكلم كمان عليه البيضة بصراحة. والحجر خلي بالك عالم عالم محمود ابو زيد اصلا بيبقى عنده دلائل حتى في تسميات الشخصيات. ايوه تسميات الشخصيات بتاعته مميزه قوي قوي. ايوه يعني هي مش محطوطه. انا حتى يعني اول مره اتفرجت على الفيلم بدون بدون وعي سينمائي كبير يعني، كان برضو لافت نظري هو في ناس اصلا في الحقيقه اسمائهم كده يعني. ما اظن أيوة، عمري أيوة. انا فعلا. اللي هو أنا عمري ما سألت شفت سؤال. حد اسمه وازاي كده. دول عايشين عادي كده مع بعض في نفس الفيلم اسمائهم كده يعني، غريب جدا. مع الوقت بقى ايه لما يعني كبرت وبدات ابحث في عوالم الكاتب نفسه او في اعماله وبتاع، فاكتشفت يعني عرفت النقطه دي ان هو الاسامي اصلا لها دلائل في القصه. ده موجود اصلا من اول العار، يعني من اول كتابته للعار وانت طالع هتلاقي طول الوقت في اسامي ناس دهشوم ومش عارف ايه وبتاع بعدين تعلى لحد ما وصلت في البيضة والحجر، لانه خلاص بقى كل الاسماء تقريبا اسماء غريبه. لا وعادي هو بيعملها كده بكل سلاسه يعني. هو طروطه عادي وانت مش اللي هو عادي مستوعب ان في حد اسمها اسمه قشطة طروطه. عشان تتكلم. كأودة اه يعني انا الاسامي بصراحه غريبه جدا. واسمه ولكن ايه الدجال نفسه اسمه مين؟ سباغ. عم سباغ سباغ اللي هو مستطاع التعظي. مستطاع اصلا التعظي. اسم أيوة، اسم وكلمه مستطاع نفسها مش يعني مستطاع اصلا عشان تعرف توصل لدلالتها معناها غريبه جدا. اصلا التصريف ده من الفعل او فاهم. ايوه ما انا بقول لك انا يعني الاسماء الصراحه حلوه وبس. يعني انا اختار داوود عبد السلام. اختار الكيت كات بصراحه. انا عايزين نسمع انت رايك ايه؟ تسني ميسي خالص خلاص. انا تمام. انا بالنسبه لي قلت الكيت كات بالنسبه لي بدون تقليل من البيضة والحجر طبعا يعني. ماشي، انا حاسه ان انا عايزه اتكلم على البيضة والحجر شويه. طبعا البيضة والحجر هو من اكتر الافلام اللي انا استمتعت وانا بتفرج عليه، وده الفيلم اللي انا كنت شفت لاحمد زكي قبله البريء، بس حسيت ان انا يعني حبيت شخصيه احمد زكي كممثل وتمكنه بالاختلاف ما بين البريء والبيضة والحجر، لان البيضة والحجر كان مختلف. البريء كان حد سيريس قوي، في عنده مشاكل وكده، لكن الفيلم غامق كمان قوي. فيلم غامق قوي قوي. لكن قوي البيضة قوي. والحجر لا ده فيه كان كوميديا جاي يستمتع. هو غير كان كده خلي بالك مقتنع. دي مراحل عمريه مختلفه لاحمد زكي كمان في الفتره دي. هو اكيد كان انضج واكثر تحررا في بس هو الاداء. الفرق ما بينهم مش كبير قوي يعني، الثمانينات بس اظن في فتره البريء يعني هو كممثل ما كانش مش عارف كان متحقق. ايوه كان متحقق. لا بس اقصد انا حاسس الفتره بتاعت البيضة والحجر اللي هي برضو مثلا ممكن نحط فيها كمان اسمه ايه ضد الحكومه والحته دي فاهم. حاسس شويه ادواته كانت بيعرف يتحكم فيها ويستخدمها اكتر في الفتره دي عن الفتره اللي قبل كده. متحقق من الثمانينات. هو متحقق ما فيش تحققه، لكن بتكلم ان هو بقى اعلى يعني. زي ما بتتكلم ان هو بيعمل كل حاجه في الفيلم. لا هو كنت حاساه في البيضة والحجر. في البيضة والحجر هو كسر الماسك اللي انا كنت فاكراه له في البريء. بقى يمثل، بقى يغني، يرقص. انا شايفاه مستمتع ومقتنع بفكره الفيلم جدا، فمدي للفيلم كل حاجه. يعني انا الاغنيه بتاعته الكذا اغنيه اللي هو غناها جوه الفيلم كانوا بالنسبه لي انا بشوف في استعراض، فن استعراضي، مع انه هو الدربندوخ. انا بحب قوي الاغنيه اللي هي بتاعت المقدمه اللي هي بتاعت قالوا مش عارف ايه من على الشجر. جميله وهو بالعجله وهو بالعجل كده وبتاع. وبعدين في برضو الاغنيه اللي هي بتاعت اسمها ايه اللي هي في النص دي، حد يفتكر معايا؟ كان ايه المشاهد اللي كانت عليها اللي هي بتاعت بس طلع رايس. ايوه بس مش فاكر مشاهد الدربندوخ ده جزء. لا لو انت هايس او كنت لايس تعالى لو انت هايس لما كان في فتره صعود الشيخ. فتره صعوده بالظبط كده. وحتى الكاركتر بتاع الشيخ ده وتحوله من حد لقى، يعني هو حد لقى فرصه، مسك في الفرصه، حلب الفرصه، وكان بالنسبه له بقى خلاص. انت في الفيلم بتشوف جوكر، انت بتشوف حد فاهم زياده اكتر من الناس بعدها بخطوات كتيره جدا. وبتشوف ان هو بيستمتع بقى بالضحك على الناس، بيأيف القصص، بيأيف المواضيع. عشان هو الراجل طول الفيلم انا بحسه برضو ان هو
كان متطرف شويه في وجهه نظره في انه انا اذا غلا شيء علي تركته، وانا مش عارف ايه، وانا هعمل كذا وبتاع، ويعني محزمها شويه عن نفسه. ومع ذلك كان بيحاول يعلم الطلبه افكار جميله وحاجات افضل، وانه الكانتين ده مش محتاجين لو غلى عليكم ما تجيبوش مش عارف ايه، فاتهموه ان هو شيوعي. أيوة. يعني ابتدى يخش في حتت كده وهو عايز يعيش بطريقه يبقى شخص يعني مستقيم. فلقى يعني اتقابل لانه الزمن المحيط بيه ما بيحبش الناس المستقيمين، فاتقابل بطريقه انه الشخص ده هيخش تحقيق وهيتوقف عن العمل وكده. طب خلاص تعال نلعب بقى. ايوه بالظبط. يعني تعالى بقى كان عنده الذكاء ده بالظبط. انا شخص انا يعني ايه يعني كافي شري عنكو، لا انا دلوقتي بقى هلعب بالبيضه والحجر والاثنين مش هيتكسروا. وهيستخدم نفس المبادئ اللي هو كان يعني او نفس الحاجات اللي كان بيستخدمها وهو مستقيم او هو شخص مثالي، هيستخدمها برضو في الناحيه الثانيه في الدهلزه وهينجح بيها. قوه كمان. يعني انا بحب قوي المشهد لما بيخش عليه سباغ. تحفه، ده احسن مشهد في الفيلم. فبيبتدي يقول له كلام كده، فبيقعد يقول له انت بتسخر من العهود السليمانيه وبتاع. ابتدي يقول كلام كبير قوي. ابتدي يقول كلام لدرجه السباغ نفسه خاف، اللي هو الراجل ده عارف ايه، وخبط اللمبه فاهم، وعمل جو وبتاع ومش عارف ايه. وتاني مره بقى يعني اللقاء التاني اللي هو لا خلاص انا عارفك وعارف ان انت نصاب زيك، فخلاص طب خلاص يعني سلاح اهو وهنشوف بقى مين في. طالما يعني عدينا بقى من حته ان احنا الاثنين نصابين، تعالى بقى نتكلم بلغه القوه، مين فينا بقى هيطلع بحاجه من التاني. فالصراحه لا بتشوف يعني كمان ازاي الناس اللي حواليه كانوا مستنيين حد زي ده، الناس صدقت بسرعه جدا وراحوا له بسرعه جدا، فهو يعني هو كان موجود في المكان الصح في الوقت الصح. بس هو في الحته دي برضو بحس سنه مباشره في الحوار، لما كان واقف مع الشخصيه بتاعت ممدوح وافي، كان اسمه ايه، تقاوي باين ولا اسمه ايه، حاجه كده زنيح اسمه كان اسم صعب كده. هو برضو ما وقفوش كتير برضو عن نقطه ان هو يعني هو كروته كده نقطه ان هو صحفي، وعنده كان بقى عنده صحيفه بعد كده او جريده. بالظبط. يعني حته الصحافه دي ما ركزوش عليها. بس في حته لما وقفوا في المترو وقعد يقول له انه الناس بتخاف من المستقبل، ولما الناس بتخاف وبتقلق من المستقبل بيبقوا مستعدين يصدقوا الخرافه ويعيشوا عليها وكده. يعني شايفها مباشره شويه. هو الفيلم قايل كده من غير ما يضطر هو يشرح. بس دي حته هو ساعات تلاقي محمود ابو زيد بيحط مونولوج كده ايوه بالظبط، بيقول فيه زي مثلا المشهد اللي كان بين برضو ده برضو من المخرج والمؤلف مع بعض، المشهد بتاع نور الشريف واسمه ايه في العار لما كانوا واقفين المأذنه بينهم وبيتكلموا على ابوه، وكان بيقنعه ان هو يعمل يخش في العمليه وبتاع. دايما في الافلام دي بيبقى فيه كده مشهد المونولوج اللي هو بيبقى فيه توضيح بسيط للفلسفه بتاعت الفيلم. حتى في ارض الخوف لما كان مع ابو زهره عبد الرحمن ابو زهره. بس خلينا في موضوع ارض الخوف. بس انا قصدي يعني ان المشاهد دي بتبقى يعني بيبقى فيها سن توضيح شويه، بس مش بطريقه. ما انا مش يعني مش مضايقني بصراحه الموضوع ده هنا. ما وصلش يعني لنقطه اشرف عبد الباقي في مسرح مصر ان هو بيطلع يشرح البلوت وبتاع الفكره يعني. بس هي دي طريقته في يعني في الحته دي، او ممكن يبقى مش مباشر بشكل كبير، بس هو ممكن يبقى بيضايقك لو انت ما بتحبش النوع ده من ما يعني الى حد ما. بس انا بشكل عام انا طبعا ده فيلم ممتع جدا بالنسبه لي جدا يعني. ادينا حقه اهو. انا هختار الكيت كات بالظبط. كده الموضوع كان محسوب بالظبط. انا اسف جدا بس يعني الكيت كات طبعا عليه بقى المره الجايه. فمعلش البيضه والحجر والله تحفه يعني احنا اسفين. فيلم جميل بس يعني بالراحه بس في البيضه. ايش كيت كات يتقدم. طيب احنا تاني ماتش عندنا زوجة رجل مهم واسكندريه ليه. انا شايف ان هم فيلمين غير بعض، يعني قصتين غير بعض وستايلين غير بعض. وزي ما اكيد لاحظتوا ان هو عندنا احمد زكي تاني في تاني ماتش، وعندنا احمد زكي تالت جاي. وكل كاركتر منهم مختلف تماما. عندنا 2 ضباط لاحمد زكي برضو هنا، بس ده حاجه وده حاجه تانية خالص يعني. لكن زوجة رجل مهم من اكتر الافلام اللي كان مطلوب عندي في الشانل ان اتفرج عليها، ولما اتفرجت عليها فهمت ليه. لان كان الكتابه بتاعت الاثنين كاركترز المين كاركترز مختلفه تماما عن بعض، وشريحه كبيره قوي من الطبقه المصريه شبه الاثنين دول فعلا. ايوه بطريقه مرعبه. يعني انت حتى لو انت بعيد عنهم بتلاقي لقطات بسيطه منك حتى فيهم. ايوه فبتشوف بقى الناس دي لو
الكاركترز دي راحت بقى لاقصى اليسار بقى، ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا عندنا اولا في سيناريست جميل انا بحبه اسمه رؤوف توفيق. رؤوف توفيق كتب مع خان على ما اظن، على ما اتذكر 3 افلام، منهم فيلمين انا بحس ان هم من المفضلين ليا في افلام خان. فيلم اسمه مشوار عمر، وفيلم بحبه قوي فيلم مشوار عمر ده، ارشحه لك برضه. فاروق فيشاوي والعربيه ممدوح عبد العليم. والعربيه والله بطولة العربيه بجد. زي افلام خان ساعات ممكن يعمل لك بطل من حاجه معينه. خان في الفيلم ده بيحب العربيه بطل 100%. بيستعرض يعني زي ساعات في افلام بيستعرض جمال الست مثلا بشكل معين بزوايا معينه. ايوه هنا بيستعرض جمال العربيه وازاي بيفتح ايه ويفتح الاريال بتاع الراديو ويعمل ايه. بيستعرض اكنه اعلان العربيه، بس هو فعلا هو العربيه هي البطل في الفيلم. العربيه جزء كبير جدا من الفيلم. والفيلم الثالث هو مستر كاراتيه. يعني مش افضل حاجه ما بينهم، ولكن برضو فيلم حلو ومسلي. بس طبعا يعني فنيا غالبا اعلى واحد فيهم هو زوجة رجل مهم. وكمان رؤوف توفيق لمن لا يعلم يعني كتب كتب كتير عن السينما، اللي هي سينما المشاعر الجميلة والسينما عندما تقول لا. دي كتب لو لقيتوها في اي حتة اشتروها، نصيحة يعني، كتب جميلة جدا. فهو كاتب شخصيتين زي ما انت قلت، شخصيتين بعاد قوي عن بعض. يعني هشام ده، وحتى انا شفت حد كده كان مش فاكر مين كان بيقول ان هشام في الاول ما كانش باين ان هو هيبقى يعني بالوحشيه دي لا خالص، بالعكس ده باين جدا. استغربت جدا اصلا هي ازاي ما لقطتش عشان هي ما تعرفش حاجه عن الدنيا. ايوه عليها قوي. انا فاهم. وهي اصلا كمان مش بس كده، ده هي عايشه حياتها في فانتزي مع عبد الحليم خالص. ايوه ومش عبد الحليم الحقيقي عبد الحليم الرومانسي بالظبط. الكاركتر بتاع عبد الحليم اللي بيظهر في الاغاني والافلام، اللي هو كاركتر ناعم جدا لطيف جدا، بيغني ولطيف وبيحب وبتاع. حتى كونها عايشه في العالم ده، هو ما فيش اي تقاطع بينه وبين هشام اصلا عشان تختاره باي شكل من الاشكال خالص. هو عشان هي ما عندهاش خبره، وهو اداها حب بكثره فجاه. هو حاصرها، مش ده حب، هو حاصرها بالظبط. حاصر يعني، هو حاصرها فعلا بالامر ده. حتى يعني بيستخدم سلطاته، يرصف الشارع، يعمل مش عارف ايه. ايوه بيحاول يبهرها بشكل معين. فهي طبعا يعني بسذاجتها دي طبعا. في حته في القطر كده بيقول لها انت دلوقتي هتنزلي تروحي الجامعه في اسيوط وانا هرجع المنيا. ايه ده؟ انت بتديني امر ليه؟ ما انا عارفه ان انا هعمل كده. وفي مشهد لباباها لما كان بيقول له اصبر عليها لحد ما تخلص جامعه عشان تختار البيت كل حاجه موجوده، كل حاجه جاهزه. هي بس تروح، ولو عايزين انتوا تجيبوا اوضه النوم تمام ومش عارف ايه حسب التقاليد، في طول الوقت اوامر بيديها. فانا مش فاهم حسب شخصيته يعني فعلا. ايوه حتى يعني لما باباها قال رايه، هو قام كده من القعده وخدها على جنب وراح في البلكونه باين ولا ايه. لا تعالي، لا مش توريني اوضتك، وراح اوضتك. لا وبعدين في المشهد لما هم قاموا، فباباها ببص لمامتها كده اللي هو اعمل ايه؟ بتمشى في البيت. بتمشى في البيت يا ابني. اول مشهد شافها هي كانت نازله بتجيب حاجه من البقال تقريبا. فراح ماسك البقال داخل عليه قال له مين دي ومش عارف ايه. فبيقول لا ما اعرفش عنها حاجه. قال له اطلع من دول بكاش. فاللي هو ابتدى يحقق مع الراجل، ابتدى يخاف. اللي هو عادي، الراجل يعني حقه يخاف، يفتكر ان هو بيعمل تحريات عن السكان الجدد مثلا. ما قال له كذا دي كذا ومش عارف ايه وبتاع. قال له طب ما انت مخبي معلومات اهو. ليه كل الحياه بالنسبه له كلها هو ان انا بحقق مع الناس اللي حواليا والناس لازم يعني تديني معلومات. ايوه، الموضوع ده هيوصل بقى للاكستريم مع تطور شخصيته بقى قدام، ان هو يعني لما شخصيته تبدا هو مش تطور، هو بيتحط في ضغط فبيبتدي يطلع بقى لا، لما الاضواء تبدا تخفت من حواليه ويبدا يبقى شخصيه ما عندوش هذه السلطه، فيفتكر انه المفروض الناس تعامل نفس المعامله بقى خلاص طول الوقت. لا، لان هو الحياه بالنسبه له اوامر ونواهي، اوامر من اللي فوقيه وانا بامر اللي تحتيه. هي ده الحياه بالظبط. هو فاهم ان هو طول الوقت انا بخدم الوطن، انا عملت خدمات جليله هو مصدق ده. وهو شخص اصلا عايش في السلطه. فلما البابل بتاعت السلطه دي تسلب منه بس خلاص شكرا. خلاص انت ما عندكش حاجه وفجاه انت ملط. احلى مشهد في الفيلم لما حصل معاه كده، وفعلا اللحظه لو فعلا فيها كان ملط، لما قعد يصوت. يعني احمد زكي في المشهد ده ما زعقش، هو صوت في المشهد اللي هو بعد ما اتاخد منه السلطه ومش عارفه بيقول لها، عرف ان هي خدت فلوس من باباها. أيوة. فبيزعق لها وبيزعق وبيصوت حتى بطبقه
نسائيه. ايوه فده كان في كونتراست ما بين الذكوريه اللي هو كان فيها في اول الفيلم قوي قوي، ودلوقتي بتشوف واحد بيستنجد اللي هو بيمسك في اخر الشات الذكوريه اللي عنده. ايوه، ما هو خلاص هو بعد كده فعلا خلاص شكرا راح خلاص، يعني اللي هو لا حد فيكم هيعيش ولا انا هعيش، الموضوع منتهي وانا مش هعرف اعيش كده وانتوا مش هتعرفوا تعيشوا كده. أيوة. محدش هيعيش في الحياه دي حواليا وهو شايفني بالشكل ده. فالصراحه لا، هي شخصيه كاركتر. انا كنت قريت تقريبا قبل كده انه محمد خان جاب الكاركتر دي من خناقه في الشارع. ايوه انا قريت حاجه زي كده برضه. انه يعني خبط في ضابط زي كده، والضابط ده نزل ضربه قدام عياله، فهو حاسس ان هو ايه وهو بيتضرب كده، اللي هو ايوه ده كادر ده ايوه دي حته في السيناريو دي. انا هنتقم بطريقتي. تعالى بقى، تعالى عندي فيلم بقى، تعالى عندي فيلم، تعالى انا اوريك بقى. ايوه هيقلع الساعه. الحاجات دي تحفه، الحاجات الصغيره. شفت التفاصيل مشهد الصباحيه وهو بيظبط شنبه. لا هو الراجل طول الوقت مخيف جدا. انا مش بجد والله العظيم مش عارف هم نرجسي اللي هو انا بظبط انتظام شعر شنبي في الصباحيه، مفيش كل حاجه بالمظبوط. انا بجد يعني باباها ده ازاي ما خدش باله اللي هو يا جماعه ده مجنون. باباها طالع ان هو حد طيب كده او برضه ايوه بالظبط. هو اصلا ما قدرش يقول لا. اختيار احمد زكي او يعني هشام ليه البنت دي وباباها وعيلتها هو عشان دي ناس يقدر ان هو يأمرهم. ما هو انا مش هينفع اروح احط ند بند مع حد عنده نفس السلطه بتاعتي او أيوه. نفس الكاريزما بتاعتي. ايوه صح هو فعلا دخل عليهم دخله اللي هو لا خلاص ثبتهم وهم اتثبتوا خلاص كده، بس هم دول المظبوط. لف البت دي وخدها معايا. لف البت دي لف البت دي وهاتها معايا. طب اسكندريه ليه بقى؟ اسكندريه ليه؟ هو انا اختياري اسكندريه ليه، فهتكلم عنه الدور الجاي. خلاص ما دام قلت اختياري اسكندريه ليه اتكلمي عنه خلاص. هي مش عايزه تحرق الكلام ده دلوقتي يعني عشان احنا اتكلمنا على ذاك تاكل مهم. بس انا هتكلم عن اسكندريه ليه الصراحه. هو اسكندريه ليه تأليف محسن زايد، وده من الافلام القليله في السيره الذاتيه بتاعت يوسف شاهين ان هو ما يبقاش مألفها بنفسه بشكل كامل. وتأليف محسن زايد ده انا بشوف ان هو اداها يعني حته كده زياده، انه الدنيا مظبوطه شويه يعني مزبوطة هو فعلا. يوسف شاهين يعني مش عايز اقول الفكره الاساسيه، هو انا بشوف ان افلامه مفهومه عادي، يعني موضوع ان افلامه مش مفهومه ده هكس يعني معك. بس الفكره الاساسيه انه يوسف شاهين عنده شويه شطط كده، بيحب ايه يحط حته ممكن تبقى، بما انك اتفرجتي على اسكندريه كمان وكمان ايوه، فانت شفتي بقى الحته بقى اللي هو انا معيش بقى حد، انا بقى يعني الكرييتيف بروسيس انا متحكم فيها. يلا بقى نفتح يعني حته، يعني الحته بتاعت كليوباترا لما كان كل واحد فيهم بيتخيل لها سيناريو. لما ايه تاني الاوبريت بتاع يحتفوا باسم الاله، كل ده شغال في دماغه. فهو يوسف شاهين الصراحه عنده حته ضربه شويه. ذاتيته ساعات بتبقى ريليتابل لناس معينه، بس هي ده اللي ساعات بيخلي افلامه مش مفهومه، لانه هو بيستغرق زياده في الذاتيه بما انه هو منفرد لوحده في كل حاجه. ايوه هو كمان يعني اظن هو مخرج متسلط شويه، مش متسلط يعني هو بيحب، هو متسلط في انه هو بينطبع بشكل مباشر على الشخصيات اللي بيديرها في العمل بشكل انت وده كان متوضح في الاغنيه اللي ما بينه وما بين يسرا في اسكندريه كمان، وكمان ما بين عايز اعيش بينكم. ايوه خدوا عيني هما كان في حتتين، هو بيقول خدوا عيني وشوفوا بيها، وهي بتقول انا عايزه اعيش ما بينكم بذاتي. حاجه كده. فهو كان الصراع ما بين المخرج والممثل في مين فيهم هيفرض سلطته على في العمل. ايوه هو الراجل الصراحه عنده ده اظن، لانه كان بيحاول برضه يبقى ممثل. يعني اللي انا اعرفه ان هو كان بيحاول يبقى ممثل مسرح ودرس مسرح في امريكا وعمل هاملت، وكان نفسه يعني الهاملت ده حلم حياته، هو حطه في كل الافلام دي، بس هو ما عملوش على فيلم كامل. يعني عمره ما عمل فيلم عن قصه هاملت، بس يعني اظن ده كان من احلامه. وهو قبل كده بعد شرح تقريبا في فيلم مش فاكر كان انهي واحد فيهم، اللي هو كان قاعد بيتفرج على حد عظيم مش عارف لورنس اوليفي ولا مين، كان بيلعب دور هاملت على المسرح، وقال دي اخر مره هلعب فيها دور هاملت على المسرح، واللي هيكمل بعدي حد قاعد في الصاله. فيوسف افتكر ان هو ده انا الشخص اللي هكمل بعده وانا اللي هلعب دور هاملت، بس طبعا ما حصلش. لعبها بطريقته بالظبط، جت بقى في كل افلامه بقى. فحتى هنا طبعا عندنا المشهد بتاع محسن محي الدين وهو بيقول
المونولوج بتاع تحفة. هاملت. انا عندي سوفت سبوت في قلبي لمحسن محي الدين، انا بحبه جدا. كويس. ولما زاوية عرضت الافلام بتاعت يوسف شاهين تاني رحت شفته. شخص كيوت جدا، قصير ده شكله عسول قوي. وانا عموما من وانا صغير كنت يعني بحبه عشان هو كان صغير كده وانرجيتك وبيتحرك وبتاع. وفي نفس الوقت في الفيلم ده تحسي ان هو شخص بيقدم الكاركتر اللي هو بتاع يعني الشخص اللي مهووس بالسينما لدرجة ان هو بينسى اصحابه، ايوه بينسى حياته، بيروح يتفرج على الافلام كتير جدا، يعني متيم تماما بالافلام، عايز يعمل زيها، عايز يقلد الحاجات دي على المسرح. وفي الحته اللي هو لما بيبتدي يعرض المسرحيه اللي كان نفسه يعرضها دي وبتفشل جماهيريا، تحفة. وبيبتدي يتاثر. بحب الحته دي جدا وبتاثر بيها ده جدا. الثامنيل بتاع اليوتيوب فيديو بتاعي عن اسكندريه دي، تحفة. المشهد ده وهو باصص جميل. كده وعينه مكسوره. جميل جميل، والالوان وبتاع. يعني انا بحب فعلا محسن محي الدين جدا. واختيار يوسف شاهين ليه كان اختيار ذكي. طبعا اللي حصل ما بينهم بعد كده كانت قصه كبيره يعني، بس كان اختيار ذكي. وكمان كنت عايز اقول حاجه عن محسن زايد كاتب السيناريو. محسن زايد انا بحبه جدا برضو، بشوف ان هو سيناريست عبقري، بس هو مش نجم، مش سيناريست نجم زي وحيد حامد، ايوه زي اسامه انور عكاشه. دي اسماء نجوم. محسن زايد مش كده، ومع ذلك هو مش عارف، يمكن اظن ان هو كان عشان اغلب اعماله كانتش اعمال اصليه، كانت اعمال مقتبسه عن حاجات. يعني هو قبل الفيلم ده تقريبا كاتب فيلمين او 3 مقتبسين عن اعمال روائيه. فده اول فيلم اظن يكتبه مش مقتبس عن روايه ولا سيناريو بس يعني مقتبس عن قصه ستيل حد. مقتبس يعني، ستيل هو مقتبس عن قصه حياه حد. هو مش عنده ريفرنس. هو في الاخر كل الاعمال كده عنده ريفرنس فيها يعني، عنده ريفرنس مهما كان عمل روائي او بقى حد بيكتب معاه او حد او هو بيكتب عن زي ما انت قلت. هو كده هو مش كاتب قصه مش كده قصه هو يوسف في شاهين خط في خط بس ليوسف شاهين في العمل. لكن وزي ما انت قلت ده اللي ظبط الموضوع شويه يعني. انا بحس انه الفيلم ده اظبط واحد شويه في الرباعيه بتاعت اللي بتحكي عن قصه حياه يوسف شاهين. ايوه انا بقول لك هو في ثلاثية الدنيا مظبوطه اسكندريه شويه. وحدوته مصريه. كمان بحب حاجه كمان في الفيلم ده جدا، الصوره وتعبيرات محسن يعني خطيره بصراحه في كل حاجه. وكمان الكاست كله يعني جميل. وفريد يعني شوقي، الاسماء دي كلها، فريد شوقي، يوسف وهبي، الاسماء دي كلها في العمل مع بعض خطيره. وطبعا يعني احمد زكي والده والد محمود مليجي طبعا. تحفة. وكده من مش أحسن محتاجين الكاركترز. نتكلم عنه يعني. محمود مليجي من احسن الناس اللي مثلت مع يوسف شاهين، وتألق بشكل مش منطقي مع طبعا يوسف شاهين. غير زمان، غير شخصيته هو جامد، هو راجل حلو. كان يعني عنده شخصيه احاديه شويه في افلام الابيض واسود يعني كانوا زانقينه برضه في حته طبعا. الشرير دي. الموضوع له علاقه بالمخرجين طبعا والكتاب بالظبط. بس هو لا، لما خرج الموضوع بقى خطير كده. ايه ده المشهد بتاعه مع احمد زكي لما بيقول له انت فاكرني هكسب القضيه. وعايز نكسبها. يعني انا بقى في مشهد بتأثر بيه جدا لما هو بيجي في الاخر بيقول له اشاور لك بالمنديل عشان تعرفني. المشهد ده كل مره بعيط. مفيش مره بعيط. حد كان بيقول اظن مين، سينماتولوجي محمد ابو سليمان. في ايه بقى كان بيتكلم عن المشهد ده، بيقول انه الجمله دي هو يظن او هي تبدو ان هي يعني يوسف شاهين والده قالها له بشكل ما في موقف حقيقي، لان هي جمله عاديه جدا بس حقيقيه جدا. الجمله دي مؤثره يعني جدا يعني جدا. يظن ان هو ابوه فعلا قال له الجمله دي. لازم تكون حصلت لحد. هشاور لك بالقوي دي يعني. هي جمله مؤثره جدا فعلا. لا ومامته لما كانت بتقول له باباك كبر وعايز يشوفك تاني، والحاجات دي مؤثره ولازم تكون اتقالت له برضه. يعني حتى المشهد ده مامته بتقول له لا ارجع عشان باباك كبر وعايز يشوفك تاني، يعني قبل ما يموت يعني. وبخصوص علاقته بوالده كمان، دايما محمود المليجي بيقدم العلاقه دي بكل تفاصيلها، حتى لو محمود المليجي اوت اوف فوكس في خلفيه المشهد. حتى لو هو الكادر فيه مثلا محسن مع حد تاني، محمود المليجي في الخلفيه هتلاقي دايما نظراته ودايما احساسه، حركه ايده او اي حاجه بتدور في العلاقه دي بكل احساس يعني. كنت حاسس العلاقه بعلاقه الابوه دي والابن كانت ظاهره بشكل كبير. هو كان عاملها حلو قوي بصراحه. وكان في حته برضو بتعجبني كده لما بيروحوا يستلفوا فلوس من حد عشان يجيبوا التذاكر او حاجه كده، فبيطلع الحد ده يوسف شاهين.
ايوه بص بقى حته حلوه سليل، حته حلوه الصراحه. انا بحب الصراحه بحب تمثيل يوسف شاهين، رغم ان هو جداً، هو جداً. يعني انا بحبه قوي يعني، وعنده طريقه كده في الكلام وعنده طريقه في التمثيل. بحس ان هو عارف زي المخرجين اللي بيحبوا يمثلوا زي وودي ألين كده، في مجموعه مخرجين كده يحبوا يمثلوا. هو شخصيه عنده كاركتر في الحقيقه، هو عنده كاريزما معينه جدا لازم يطلع في جدا الكاميرا بصراحه يعني. فانا بحب الحته دي. بحب طبعا في مشهد انا بحبه جدا جدا لما احمد زكي بيبقى بيتكلم منفعل كده والانجليزي ومش عارف ايه وبتاع، بعدين نجلاء فتحي نجلاء تيجي فتحي، تظهر قدامه فيبص لها بصه كده ويوسف وهبي بيتكلم في الخلفيه تحفه. ولا كان مش عارف، لا كانوا مش فاكر مين بقى كانوا حواليه، كانوا مش قاعدين مهم كان يوسف فهمي بصراحة. بيتكلم يوسف وهبي قصدي بيتكلم على كان مسرح كده باين هو ماشي عليه او حاجه، مش بيتكلم عارف. الانجليزي بتاعه هو منفعل، وبعدين لما يبص كده المشهد بس ده خلاص شكرا، خلاص انا مش عايز حاجه بقى تاني خلاص. آه. فانا بحب المشهد ده جدا، بحب اللقطه دي جدا. طبعا. احمد زكي طبعا ما مثلش بعد كده. ما ايه ده الفيلم ده برضو فيه احمد زكي؟ ايوه احنا قلنا ده ايوه ايه صح. ده؟ احمد زكي فيه أيوة. هو في ايه؟ أيوة صح. بس ما مثلش بعد كده مع يوسف شاهين خالص. ما اعرفش بقى الاسباب ايه، بس كان جميل اظن برضه. شخصياتهم ما ينفعش تمثل مع بعض. بالظبط، كنت هقول يعني. انت بقى احمد الاتنين زكي كاريزما. اللي بعد كده، احمد زكي اللي بعد كده مش هو هيبقى عنده نفس انت عارف احمد زكي يعني كان بيتخانق هو وخالد بيضربوا بعض يعني. فكره ان هو جري وراه بسلاح سكينة. ولا بحاجه زي كده في الشارع. والله لا بيتخانقوا خناق يعني. اتخانقوا خناقات وبتاع والله جامد. اصلا احمد زكي كان هو معمول له ثلاثيه فارس، بس هو ايوه هو انا عارفه ما لفقش غير في واحده. وعامل الناريشن بتاع اول اللي هو ايوه الحته الحته بتاعت في ناس بتلعب كوره في الشارع. بس أيوة. خلينا لما يجي بقى وقت الحريق، لان الحريق موجود. ماسكه نفسي اني ما اتكلمش على اسكندريه ليه، كل ده ماسكه نفسي، قوه تحمل رهيبه. الصراحه طب احنا دلوقتي اخترنا ولا اسكندريه ليه؟ اسكندريه ليه؟ وانا برضه ليه؟ يعني انا ما اتكلمتش على زوجة راجل مهم برضه. احنا عايز تتكلم مش عايز طبعا. انا اتكلمت بصراحه. عايز تدافع عنه؟ لا ادافع عنه ليه يعني؟ هو مش أنا متهم قلت انت كده ما اخترتوش هو اصلا. مش متهم يعني، بس اقصد عن تقديري ليه يعني، بس قشطه. ماشي يلا. فيلم جميل يا جماعه. انت دلوقتي هتتكلمي عن اسكندريه ليه مش كده؟ لا خلاص بقى احنا هنخش بقى في فيلم بعد الجوله كده. الجايه. اوكي جوله تانية. الجوله دي صعبه بقى. المباراه الثالثه دي انا شايف انها صعبه جدا. الحريف يقابل ارض الخوف. محمد خان وداوود عبد السيد. ف يعني الفيلمين من افلامي المفضله بالنسبه لي جدا، انا بحبهم جدا، ولكن في فيلم فيهم هنضطر نطلعه، فخلينا نتكلم عنهم. بالظبط، خلينا بقى نتكلم عنهم. حد حابب يبدا باي حاجه؟ احنا بنتكلم في حريف وارض الخوف. يعني هو من البدايه، رغم يعني ان انا كان هيبقى من فتره مثلا ممكن يبقى كان عندي تفضيل مختلف، بس دلوقتي عندي تفضيل ما تقولوش بقى ما تقولوش اشوق الجمهور. طبعا. هو طبعا يعني بغض النظر عن عمليه الحلب اللي تمت للحريف من كوتس، من مشاهد، من بتاع، بس هو ستيل طبعا فيلم مهم يعني. ده ما ينفيش عنه اهميته يعني. وحتى تنصل عادل امام منه ما ينفيش عنه اهميته. يا ابني لو تنصل كل فرد في الفيلم عنه ما ينفيش طبعا اهميته عادي يعني. طبعا الحريف فيلم جميل جدا طبعا، متاخد عن قصه حقيقيه مش بنفس التفاصيل بس قصه حقيقيه طبعا. الحافي ده يعني شخص سعيد الحافي شخص لعيب كرة مشهور في الحارات والساحات الشعبيه وكرة الشراب والاجواء دي. طبعا يعني محمد خان يعني الكاميرا بتاعته مختلفه جدا، فكان ظهور عادل امام معاه مختلف جدا عن كل افلام عادل امام. وطبعا رغم انه الفيلم يعني فشل جماهيريا بالنسبه لعادل امام، فده ما ينفيش عنه ان هو فيلم مهم جدا. وكان اظن يعني كنا ممكن نحب نشوف تجربه تانية لعادل امام مع ما كانش ينفع محمد خان، بس هو ما كانش ينفع. ما كانش ينفع ولا كانش ينفع طبعا، لانه هم لما تقاطعوا في الفيلم ده ما كملوش طبعا. لا وستايلين غير بعض خالص. وطبعا احنا عارفين زي ما احنا قلنا انه الفيلم ما كانش هيبقى فيه ما كانش هيبقى عادل امام يعني. هو الفيلم كان احمد زكي فهو يعني احمد زكي. حد عارف هو ايه السبب انه ما بقاش احمد زكي؟
شبه كان اختلاف على قصة الشعر. قصة شعر هو- بالظبط. هو- شيء تافه كده. طلب منه فعلا ان هو قال له ما تقصش شعرك، قال له لا انا عاجبني الكاركتر كده، راح قص شعره. فكانوا في نفس اليوم تقريبا بالليل مسافرين اسكندريه. الشركه هي دي شركه افلام اسمها شركه افلام الصحبه. حتى اظن ما كان الفيلم الوحيد ده ولا عملوا فيلم تاني؟ هو ده الفيلم الوحيد. ما عملوش تاني. هو كان خان بشير الديك مؤلف الفيلم، وعاطف الطيب، ومعاهم المونتيرة نادية شكري. كلهم راحوا في عربيه كده الاسكندريه وقابلوا عادل امام، وعادل امام وافق على الدور. اول حاجه عملها محمد خان انه رجع لاحمد زكي قال له احنا جبنا عادل امام. اول حاجه يعني اللي هو انت عملت كده بجد. العلاقه ما بينهم بعدين بيقول لك ان احمد زكي دخل الحمام قعد يشتم فيه، قعد يشتم 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 يشتم، وبعدين طلع قعد معاه عادي. والله تحفه. العلاقه ما بينهم كانت كاتب التفصيل دي في مدونه كده عاملها، كان اسمها كليفتي، على اسم الفيلم اللي عامله، فيلم التلفزيون اللي عامله. فيلم جميل قوي بتاع باسم. هو الفيلم ده مش تلفزيوني، هو متصور ديجيتال يعني. مش عارف حسيت صورته. لا مش تلفزيوني، هو متصور ديجيتال. فيلم جميل قوي، انصحك بيه برضه. باسم سمرة كان عامل دور لطيف جدا في الفيلم ده. وانا كنت برضو قريت له الكتاب بتاع مخرج على الطريق، كان واخد بقى حاجات من اللي كان كاتبها. أيوة. في المدونه حاططها، فكان كاتب القصه دي. كاتب قصص كتير لطيفه جدا يعني. حتى كان عنده برضو قصه برضو مع احمد زكي في كان فيلم فارس المدينه بقى، وجاب بداله محمود حميده. محمود حميده كان ده تقريبا تاني او تالت دور يلعبه في حياته. وكان الدور اللي قبله كان لاعب دور مساعد احمد زكي في الامبراطور. اخراج امبراطور ده اخراج طارق العريان. طارق العريان كان اول فيلم ليه اظن. كان تقريبا اول او تاني فيلم، كان حاجه بيحاول كده يعمل تمصير لفيلم سكارفيس. تمصير يعني بشكل يعني الفيلم كان نزعته امريكانيه بشكل كبير. هو طارق العريان بشكل عام كل افلامه امريكانيه قوي قوي يعني. بس خلينا دلوقتي في القصه بتاعت محمود حميده. فهو كان كتب على الافيش محمود حميده هو فارس المدينه ببونت كبير كده، غيظا في احمد زكي. فاحمد زكي شافه عند منتج، فراح دخل عليه كده قال له بقى هو فارس المدينه. لو انت هتهزر. بس هي العلاقه ما بينهم. عمل دور حلو. كلهم عملوا ادوار حلوه الصراحه يعني. انا كنت حاسس ان هو موقف احمد زكي خلى لكل فيلم يعني تجربه خاصه بيه. ايوه. هل انت شايف ان حد كان ممكن يعمل دور الحرقيف ده غير عادل امام؟ انا بالنسبه لي شخصيه الصعلوك ده يعني، رغم ان احمد زكي بيعرف يعمل الدور ده، بس شخصيه كنت اسالك لك احمد زكي ممكن يعرف يعمل الدور ده بطريقه حتى لو مختلفه، بس انا حسيت انه انا مش شايف عادل امام يا جماعه وشه بس الاثنين عندهم في نظرتهم كده نظره الفهلاوه كده اللي هي بتتكسر مع المسؤوليه يعني. يقدروا كده عادل امام طول الوقت في احساس بالصياعه اكتر. هم صايع في طريقه اللبس، في البصه، في الطريقه اللي بيشرب بيها السجاير، في الطريقه اللي بيتعامل بيها مع الستات اللي حواليه. هو بشكل عام لايق قوي على الدور ده. وبعدين احنا عندنا يعني بما انه فيلم، مش عايز اقول فيلم رياضي بس الكوره بتلعب فيه دور كبير. سو يعني ما فيهوش فنيات رياضيه بالظبط. بس انا بحس دايما ان الافلام الرياضيه بيجي معاها حاجه اللي هي بتاعت الميزه، مش ميزه، العيب بتاع تدمير الذات. في حاجتين كده طول الوقت في افلام الرياضه، ان هو الرياضي ده لما يعني بيبقى شخصيه مثيره لما بيبتدي يعمل حاجه السلوكيات بتاعت تدمير الذات. احنا عندنا شخص قرر انه انا مش هلعب في نادي كبير، يتخانق مع مدربه باين وعمل مش عارف ايه عمل مشكله، فمش هيلعب في نادي كبير، هلعب في الشارع عشان ابقى حر براحتي. مراتي زي الفل مفيش اي حاجه، طب هضربها عشان نخش يتعمل لنا قضيه. طيب انا مش ساكن في حته اسكن فوق السطوح. هو طول الوقت عنده اختيارات. لا واشتغل بالانتاج. بالظبط بالانتاج. وانا شخص مزاجي فمش هنتج كتير. فهبقى براحتي. ما هو ده الفكره، ان في شخصيه الحريف نفسه هو فكره ان هو عايز يتحرر من جميع القيود حتى لو فيها اذيه ليه. بالظبط. يعني هو عايز الفكره اي حاجه عنده حساسيه من فكره ان هو في حاجه ما ينفعش يعملها، او في حاجه ماسكاه، او في انضباط معين المفروض ان هو ينضبط بيه. ده بالنسبه له هو الحاجه اللي مش قادر ان هو يحصر نفسه فيها. وده كان بالنسبه لي كان ده اول فيلم مصري انا شفته. ايوه اول صح. فيلم خالص واول فيديو ليا، وعنده مكانه خاصه عندي، لان اولا كمان ده كان اول فيلم لعادل امام اشوفه.
فخدت فتره عمال ما افهم ان ده على ما مش تفصلي انه مش ده عادل بالظبط. امام. لا ده احنا عندنا بالظبط. احنا عندنا اصلا ده عادل امام في الطور الثاني. كان في واحد اسمه محمد المصري كان قسم يعني تاريخ عادل امام لثلاث اجزاء. الجزء الاول كان الافلام الكوميدي الكتير جدا اللي كان بيحاول يعملها، ورمضان فوق البركان البحث عن ورجب فوق فضيحه بقى، ثلاثية من اول كان- البحث عن فضيحه وانت نازل بقى. كل الكلام ده. وكان عادل امام ابتدى يبقى نجم فعلا في الوقت ده. لما جه بقى في الثمانينات كده او اواخر السبعينات اوائل الثمانينات ابتدى يحب يعمل زي ميكس ما بين الافلام الجماهيريه وفي نفس الوقت تبقى افلام فنيه. مم. زيك في الفتره دي كان تعاون مع سمير سيف كذا مره. سمير سيف طبعا. بيعرف يعمل القصه دي. بس تعاون مع رأفت الميهي. ما اظنش ان هو اتبسط قوي بالتعاون، بس ما كانش زي سمير سيف اظن شمس الزناتي شمس الزناتي المشبوه. عمل حاجات كتير كتير قوي في عمل له برضو مسجل خطر. عمل كذا حاجه مع سمير سيف. الغول جميل جدا، الغول مع سمير سيف. والخطير. فانت شفتي بقى عادل امام في الفتره اللي هو كان بيحاول في فيها غلط. يعني لا مش فكره لا لان انا كنت حاسه ان هو خلاص ده اسلوب تمثيل عادل امام. لا خالص. طبعا لما شفته بعدها على طول في الارهاب والكباب حسيت ان انا شفت اتنين مختلفين، مش بطريقه احمد زكي مثلا في البريء وزوجة رجل مهم مثلا، لا كنت حاسه ان ده ابروتش ده مختلف، ده راجل مختلف عن الراجل ده. لا بس هو حتى خالص. هو حتى في مراحله هو في مراحله كده مختلف. يعني الارهاب والكباب دي مرحله تالتة خالص. هي ثلاثيه اصلا، كانت ثلاثيه انتاج كده فني. طلعت افلام كتير هو وشريف عرفة ووحيد حامد. بالظبط بنتكلم عنها تقريبا في 5 اعمال. 5 اعمال 5 اعمال فلا عادل امام في الحريف، انا بشوف ان عادل امام في الحريف مختلف عن باقي تاريخ عادل امام، وانا بحبه جدا جدا في الحريف. انا حاسه ان الحريف لا على الورق هو افضل مخطط لفيلم. الفيلم نطاقه صغير، بيحكي فكره كبيره، بيحكي فكره ما بتموتش، اللي هي الصراع الدائم ما بين المسؤوليه وما بين شهواتك عامه كإنسان. وده حاجه ما بتموتش. كل جيل هيفضل ان هو يريليت للفيلم ده بشكل او باخر. الكادرات بتاعته عبقريه، والتاني المكان والشوارع والانوار واللوح البيلبوردز والحاجات دي ليها دور رئيسي في وهو يعني كان بيحاول طول الوقت يشتغل بجد. يعني اظن الجمهور اللي كان حاضر ماتشات جمهور بجد. عادل امام لما خرج من الاوضه وقال الحريف المايك والناس بدات تتلم عليه، الناس بيتلموا على عادل امام الفنان. الناس دي بجد. وهو بيلعب اخر ماتش في ميدان عبد المنعم رياض. الماتش اللي بتلعب هنا في ميدان عبد المنعم كل الحاجات دي كل الحاجات دي كان بجد. وكان في عربيه كشري ورا واطفال بياكلوا من الطبق والمكرونه طالعه من بقهم. يعني دي كلها كادرات حقيقيه. الاوضه اللي هم ساكنين فيها وبتاع دي مش ديكور، دي مش ديكور. ودي اوضه على سطح فعلا، على سطح هنا بس باصص على ميدان تحرير. واسمه اسمه ايه في المشهد برضو الاخير وهم بيلعبوا لما اسمه ايه اسمه ايه العرج اسمه ايه مش فاكر كان اسمه ايه يعني. عبد الله فرغلي حتى في المشهد اللي هو لما هو كسب خلاص، الحريف كسب وهو كان قاعد ولابس طاقية ومذهول، والناس حتى بتتفهم بيخبطوه هم معديين الكادر ده، كادر الهزيمه بتاعه وبتاع. ايوه. فدي كلها مشاهد حقيقيه. يعني هو كان وده طبعا ساعدوا عليه المصور سعيد شيمي. طبعا هو كان محترف جدا في الكاميرا اللي هي المحموله دي. الحريف بيناقش قضيه انا بالنسبه لي كنت محتاجه اسمعها في الفتره اللي انا اتفرجت عليها فيها. كان اللي هو بيتكلم عن الترانزيشن ما بين انت طفل او مراهق او حد مفيش نتائج مترتبه على افعاله، او حد مخلي من المسؤوليه او مسؤوليته محدوده جدا ويقدر يطلع منها. مخلي من المسؤوليه كده. ماشي يا يوسف شكرا. وحد بيترانزيشن بقى لحد كبير في كل فعل انت بتعمله من ساعه ما تصحى، من ساعه ما تفتح عينك لحد ما تنام مترتب عليه حاجه تانية. لو انت تخليت على حاجه هتقع، والحاجه اللي بعدها هتقع، والحاجه اللي بعدها هتقع. في ناس مسؤوله مش مسؤوله، لا في ناس هتتاثر بافعالك، سواء هو في الفيلم مثلا مراته، باباه ومامته، ابنه، كل الناس دي. الموضوع مرعب. يعني فكره فاكره انا في اول حلقه كلمتكم على فكره المسؤوليه وفكره ازاي الانسان يستمر في الادلت لايف دي. ايه يا جدعان ده؟ فهو الفيلم بيتكلم على ده، ان الواحد يستمر في الحياه دي هو قرار بيتاخد كل يوم الصبح، ان انا هستمر ان ابقى منضبط في حياتي.
قرار انك يعني ببساطه قوي انك تصحى من النوم تلبس وتروح الشغل. ايوه ده قرار بيتاخد كل يوم، مش بيتاخد اول يوم اشتغلت فيه، ده كل يوم بتصحى الصبح بتجدد قرارك هو ده. كونه بيتنفذ بلا وعي ده ما ينفيش ان هو قرار. اي وصعب جدا. واسهل حاجه انك انت تقول لا انا مش نازل النهارده، انا بحب شغلي، انا مش عايزه انزل النهارده، او انا مش عايزه المسؤوليه دي، انا ما بحبش مراتي، او انا مش عايز مسؤوليه الطفل. سهل قوي ان الواحد يعمل كده ويخلع زي ما هو عمل فتره كبيره، ولكن في اخر الفيلم اكتشف ان ان انت الحاجه اللي هو باع كل ده عشانها، اللي هي بترمزها الكوره او بترمزها الادرينالين اللي بيجيله في لحظات اللعب ده، ان حتى ده هيتخلى هو بقى عنه. ده التويست ده حصل لما هو شاف انه لياقته وصحته بتتخلى عنه في ماتش قدام لاعب صاعد يفع اكتر منه. بالظبط. كان عامل دوره عبد الله محمود. وخلي بالك انه كمان عنده ريفرنس للمستقبل للكابتن مورو، الراجل اللي كان بيقعد معاه لابس البريه ده وبتاع، وبدا يساعده ويديله فلوس وابتدى كل شويه بيطلب من الناس فلوس، فهو حس انه لا ده هي جايه كده يعني ده أنا اللي جاي بقى، انا هقعد على القهوه كده واطلب من الناس فلوس. بالظبط. في الحقيقه هو يعني مش عايز اقول ان سعيد الحفي كان بيطلب من الناس فلوس، بس سعيد الحفي بقى كده فعلا. ايوه هو شخص كبير صحته على قده، قاعد على القهوه وبتاع وخلاص. يعني هو كان شايف يعني وقتها بيقول اتعرض عليا ان انا العب في النادي الاهلي، ده الشخصيه الحقيقيه، فقال لهم انتوا بتكسبوا كام؟ فقالوا له مبلغ يعني، قال لهم انا بكسب قد ده 10 مرات. ايوه. فحس اختار ان هو لا انا مزاجي وحياتي وهلعب حافي. هم هناك في الملعب محتاجين يبقى شخص بروفيشنال، مفيش حاجه اسمها يلعب حافي. ياكل ايه وما ياكلش ايه ويلبس ايه وحياته ازاي ويصحى على الاقل ما يلعبش حافي. أيوة. هو بقى بيحب يلعب حافي ده يعني ده ألف حسب مشاهد الفيلم يعني، اللي هو الراجل بيلبس التيشيرت وبيجهز الماتش، هو الراجل بيولع له سيجاره لا هينزل يجري في الملعب. ما هو ده بقى هو ده المشهد ده اكزامبل على فكره شخصيه عادل امام في الحريف اصلا. ان هو حد عايز يعمل اللي في كيفه طول الوقت وفاكر ان مفيش نتائج مترتبه على ده. هو مشكله كمان انه يعني جزء من الموضوع انا بشوف انه ده كاركتر ستادي او دراسه شخصيه لفارس، ما بين كمان الزمن اللي هو عايش فيه. يعني هو عايش في زمن المفروض ان هو بدأ فيه الانفتاح، الموضوع بتاع البيلبوردز الكبيرة اللي هو جزء صغير منها، هو واقف كده باصص واليافطة اكبر منه بكتير. انا بشوف انه ماشي، انت راجل فارس وعندك شوية افكار ممكن تكون نبيلة وعايز تعيش بمزاجك كده، بس الزمن ده مش هيسيبك تعمل ده مش الزمن بتاعك، ده مش الزمن بالظبط، الزمن بتاع صاحبك اللي دلوقتي بيعرض عليك شغل. ايوه بالظبط بالظبط. صح. الواد اللي هو كان حمدي الوزير، عارف حمدي الوزير لما جه قعد مع عنده وكان ايوه اللي هو، وبعد كده ابتدى يترقى في الشغل وابتدى يخطب ابن قريبه ده. هو ابن واحد كان يعرفه يعني، هو المفروض ان عادل امام كان صديق والده في البلد او يعرفه، ولاد صغير كده وبتاع، كنت بشيلك باين وانت صغير وبتاع وحاجه كده. هو بقى شبه الزمن ده، دخل نفس الشغل، راح بقى خلاص، ما هو شاف طريقه والتزم. لما كان راكب العربيه وشافه بقى بعد كده مع اسمها ايه اللي كان هو مع بنت بيحبها، العزيز مصطفى. ايوه ما هو شافه بقى وبياخد نفس الطريق. ايوه بالظبط. بس كمل فيه على عكسه، حتى الطريق ده الراجل ده كمل فيه، نجح فيه. هو التاني يعني فارس مش عايز يعمل حاجه، ومش مش عايز ياخد اي طريق للاخر، لان اي طريق بيقلب جد ات سام بوينت. بالظبط. بتبقى هتحتاج تديله هو بعد كده حتى في مستقبله في فيلم اخر بقى في عالم موازي، حتى وراك ان هو حتى لما التزم ده الالتزام ده ما كملش برضه. مش عايزين بقول لك انا بديكي بقى عشان كده ما بقول لك حتى الالتزام ده هو ما كملش فيه بشكل ما برضه، يعني شخصيته برضه ضد ده انه يبقى مستمر يعني. بس هو ستيل عنده برضه، يعني بما انه انت جبت، هو يعني ستيل عنده وده دي حاجه اشار ليها الناقد احمد شوقي، انه عنده صفات نبيله في انه ما هربش لما جه، يعني دي حاجه برضه في الفيلم يعني ما خلعش، ما تنصلش من الحاجات اللي هو عملها. فهو يعني هو عايش بزمن الفروسيه اللي هو لا ليه علاقه بقى بزمن الانفتاح ده، اللي هو يا ابني يعني الاثنين مش ماشيين مع بعض كويس. اشارات النبل دي واضحه جدا حتى في فيلم الحريف لو بنتكلم عليه. هو حتى لما كان بيساعد كابتن مورو بيساعد والده. ايوه فاهم صاحبه اللي هو كان لما زق العربيه وعيط وراح حضن وكده. ده مشهد جميل ومؤثر جدا يعني. اسمه ايه طبعا نجاح الموجي طبعا عامل شخصيه. ولما جه انقذ عياله منه في المشهد اللي هو كان بيهدد البوليس بيهم
هو في الاخر طبعا هو بحب كان المشهد لما بيخش بيقول ملعون ابو الفقر. يلعن ابو آه. الفقر، هو قالها صوت- بصوت بصوت واطي قوي. انا بشوف ان السيكونس الابرز لنجاح الموجي في الفيلم، لان شخصيته ما كانتش بارزه قوي، اللي هو السيكونس بتاع ليله الحجز دي اللي قضوها مع بعض. ايوه طبعا والتعبير بتاع ان هم شفتوا بيبصوا علينا وهم- ومراقبيننا لا، وهم وعايزيننا خارجين. نوقع بعض. وهم خارجين، لا وهم خارجين كمان من السجن في الفجر، والدنيا برد وبعدين بيقابلهم حد راجل عايز يزق العربيه، فبيساعدوه يزقوا العربيه. فبعد ما يزقوها وتمشي، فنجاح الموجي في اللحظه دي يعني بيفقد تماسكه، ان هو بينهار تماما خلاص هو بقى. يعني عارف انت الحته بتاعت ان هو بيزق العربيه ويساعد الراجل، وهم نفسهم هو نفسه من جوه منكسر ومتحطم جدا، وصاحبه بيفهم ده. يعني انا اظن ان عادل امام ادرك في لحظه ما قبل ما يعرف في الاخر ان نجاح الموجي هو القاتل. اظن ممكن فاظن حتى في اللحظه دي، لانه هو كمان حضنه وما اتكلمش معاه، يعني هو فهم جدا ايه اللي حصل وبتاع وتمام. هو برضو خان محمد خان يعني بحس انه حتى بما اننا اتكلمنا عن زوجة رجل مهم وكده، حتى لو الفيلم فيه عنف او كده، خان بيعمل دايما لقطات رقيقة جدا حقيقة ليه علاقة بالشخصيات. يعني في المشهد اللي هو كان بيحاول يعني يلطف كده مع مراته وبتاع، وبعدين بيجي يحضنها كده، بيحضنها برضو بشكل لطيف جدا. يعني ما شفتش عادل امام بيحضن طول الوقت. عادل امام مدي عنده الحته بتاعت اللي هي جامد. انا مفيش مره ما بتحبنيش، في جو كده. الحته اللي هو لما عمل محمد خان عمل كلوز على صابه وهو بيمشيها على ايديها كده، والحتت دي بالظبط اللي هو انا بقول لك هو خان عنده يعني والحته مثلا حته رقيقه كده قوي بينه وبين ابنه لما كان ماسك ايديه وماشيين في الشارع لما راح جابه من المدرسه. انا بحب لما بيروح جميل. يجيبه من المدرسه وبيبتدي يبتسم له كده من الشباك يعني. برضو معرفش ده ليه علاقه بعادل امام ولا هو صدفه حصل، لانه في معظم افلامه بيبقى فيه دايما علاقه رقيقه بينه وبين والده في الافلام. المشهد بتاع والده جميل. يعني ده بمناسبه الحريف كمان في افلام تانية مثلا هتلاقي لما يكون في علاقه ابوه يعني اب وعادل امام، عادل امام بيعرف يعملها بشكل رقيق جدا. هو بشكل عام عنده الفكره بتاعت العيله دي اظن هو كمان كان متعلق بشكل كبير بوالده. راح حتى لهم صوره متداوله كده مع والده، كان هو حتى يعني سند على كتفه كده وبياخدوا صوره معينه. يمكن انا مش عايز يعني مش عارف الحته دي قوي، بس يعني انا شايف ان فيلم الحريف من احلى الافلام اللي انا شفتها في حياتي. طبعا واضح ان احنا ادينا له مساحه كبيره. لا يا عم، فده توطئه لحاجه معينه. لا يعز عليا والله. ممكن حاجه هتختار؟ طب نختار احنا الاول لو انت عندك لا سيبها تختار يعني. ما اختاري طيب. وبصراحه ده اصعب قرار لحد دلوقتي. لان انا بالنسبه لي الحريف بيرفكت فيلم سمول سكيل، والارض الخوف بيرفكت فيلم لارج سكيل. ايوه فمحتاج الواحد يختار ميوله، فانا هختار ارض الخوف وهتكلم عنه في الدور الجاي. ليه؟ هل انت واثقه ان هو يكسب؟ لا هتديبيت بقى الدور الجاي قدام فيلم المفروض ان هو يعني ايه. لا يعني اقصد هل احنا قررنا دلوقتي انت هتختار مين فيهم؟ لا انا بتكلم عن نفسي. انا لو اتعمل هديله فرصه، لو هو خسر هتكلم عنه دلوقتي. انت هتختار مين؟ ما انا دلوقتي قلت في الاول ان انا كان في وقت قبل كده كنت ممكن اختار الحريف، لانه برضو ارض الخوف زي ما واضح ان احنا شكلنا هنتكلم عنه في المرحله الجايه. ارض الخوف محتاج اعادات مشاهده بشكل ما، عشان ارض الخوف في وقت ارض الخوف في وقت انا كنت بتفرج عليه كل يوم. انا ارض الخوف كل يوم جه وقت كنت بشغله على الساوند كلاود، بشغل بس الصوت الفيلم صوت انا بس. بقول لك كنت بتفرج عليه كل يوم. فانا بالنسبه لي يعني اختار ارض الخوف بعد ما ادينا الحريف حقه لان هو يستحق فنياته، لان هو يستحق طبعا 100%. واظن هو يعني ابرز افلام يعني او فيلم مؤسس او مدخل للمدرسه دي او الفتره دي. فانا مع ارض الخوف كده. يعني محمد خان طلع مرتين يعني ارض الخوف. الحريف يعني عارف الحريف كان المفروض يبقى مع حاجه هو حظ يعني. واحنا طبعا انا شايف وجهه نظري ان الحريف لو كان مع اي فيلم تاني كان في الغالب هيعدي. يعني لو كان مع اسكندريه ليه كان هيعدي؟ ومع كيت كات كان مع اسكندريه ليه؟
لا انا كنت اختار لا مع اسكندريه ليه؟ كنت كنت اختار اختار اسكندريه ليه؟ وانا طب ما خلاص مش هيعدي هعدي عندك انت مش بس. هيعدي معايا بس لا كنت اختار الحريف بصراحه، بس يعني كنت تختار الحريف هنا؟ لا دلوقتي دلوقتي لا طيب. لا أرض ارض الخوف. الخوف. لا دلوقتي ارض الخوف طبعا، يعني ارض الخوف بقول لك انا كنت مجنون مهووس بيه، بتفرج عليه كل يوم، اوكي معلش بقى. احذف. ما تخيلتش ابدا ان الحريف يطلع ابدا. ولا انا، بس يعني هكذا هي الحياه. طيب الماتش الرابع ده انا بشوفه ماتش الى حد ما سهل، يعني الى حد كبير سهل، الى حد كبير قوي سهل. هو واحنا ايه أصلاً- بقى الارهاب والكباب؟ الارهاب والكباب، وخلي بالك من زوزو. خلي بالك من زوزو مبدئيا ده اقدم فيلم معانا في القايمه، اقدم فيلم تماما، يعني ده مفيش اي فيلم، يعني هتلاقي الافلام اللي احنا احدث فيلم عندنا هو ارض خوف 2000، وده اقدم فيلم 72. اسكندريه ليه 79 ولا اسكندريه ليه؟ اسكندريه أعتقد 79 ده 72، تمام. فده اقدم فيلم. وطبعا يعني اولا مخرجه مختلف عن باقي المخرجين، يعني يوسف شاهين كان بيخرج في نفس الوقت، بس حسن امام له ستايل مختلف، مخرج كلاسيكي اكتر، بيحب قصص معينه كده ليها علاقه بالرقص والعالم العوالم وكده، مختلف تماما فعلا عن باقي الحاجات. ويعني مش هنقول طبعا ان هو ليه علاقه بالجيل بتاع الواقعيه الجديده باي شكل من الاشكال، لا خالص. فهو يعني فعلا شخص بستايل مختلف. بس فيلم خلي بالك من زوزو ده المفروض يعني حسب ما انا فاهم ان هو واحد من انجح الافلام اللي في السينما المصريه في التاريخ. ده قعد سنه بتاع عامل ايرادات تاريخيه اظن في انا عايز اقول خالتي كانت لسه بتحكي لي انه الفيلم ده هم دخلوه كعيله، وهي وخالها ما لاقوش مكان، فدخلوا وقفوا جوه في السينما. لا مفيش مكان، والكلام ده كان ايه يعني، كان بعد وقت شهور من عرضه. فالفيلم ده يعني عمل يعني حقق نجاح جماهيري. الظاهره دي كانت موجوده عموما في الفيلم في السينما زمان كتير قوي، مش متحققه دلوقتي، حوار ان الفيلم ممكن يقعد شهور في السينما دي. ده قعد سنه واسبوع. فاني ما عشان خلي بالك ان 72 ده لو هو الفيلم اتشال انت مش هتعرف تجي ايه ده. ايوه صح. محدش سمع اللي في ده. طب ايش تاني؟ فهو بقول له خلي بالك، فقال من زوزو. دلوقتي يوسف انه في 72 الفيلم ده لو اتشال من السينما محدش هيعرف يشوفه. ايوه ما كانش لسه الفيديو منتشر، مفيش ما كانش لسه في اي التلفزيونات ما كانتش بتعرض الافلام بسرعه، فخلاص الفيلم ده لو اتشال انت كده قدامك سنين على ما تشوف الفيلم تاني. صح. ايوه. فعشان كده الناس كانت بتخش السينما وقتها، كانت على حسب ما انا فاهم الاختيارات اللي موجوده دلوقتي كتير قوي كده، كان في اختيارات في الافلام، بس ما فيش اختيارات في موضوع اول دور السينما. لا كانت اكتر كانت حاجه بادجت فريندلي يعني. كانت بادجت فريندلي بالظبط. كان فكره ان الاسره يعني كلها تخرج الخروج في السينما السينما ما كانش فيها رفاهيات كبير تستدعي ان هي يبقى تذكرتها غاليه. يعني السينمات اللي مكيف الهواء كان في ماشي ده كان ليفل معين يعني، بس اقصد على الاقل كان في ليفل المعدوم يعني. لا في ناس تعرف تخش درجات، في درجه تقعد على الكرسي وتتفرج بس ده يعني فاهم انت احتمال يعني يجي لك امراض جلديه اصوات بقى لا وتلاقي في اصوات بقى وناس بتهيص مع مشاهد وتشجع وكواليتي وبتاع في شكل مسرحي تماما او اقل من الشعبيه كمان، شكل مسرحي ما يعني. يعني خلي بالك من زوزو فيلم قعد كتير. و انا بحب سعاد حسني جدا، عايز ليها جدا دي يعني عايز اقول لك دي البطوله النسائيه الوحيده، كنت لسه هقول كده البطوله النسائيه الوحيده، فما ينفعش يعني انا شايف ان ما ينفعش في قائمه تتحط ما يكونش فيها ست بطله في فيلم. ازاي يعني احنا كان عندنا لازم واحده لازم تبقى سعاد حسني. انا شايف ان سعاد حسني يعني انا بفضلها عن باقي البطلات في السينما، دي وجهه نظري. بالنسبه لي ابناء جيلها يعني فاتن حمامه تعتبر هي يعني ايه بالنسبه لي عندي متقدره اكتر في الناحيه دي، متقدره اكتر. بس بالنسبه لي عندي مشكله ما في الهاله والقدسيه اللي محطوطه فيها. انا ماليش فيها قوي. ده الحته اصلا اللي احنا بنحبها في سعاد حسني، الكسر الهاله دي يعني او الشخصيه اللي مش محطوطه في اطار دايما يعني ناشف كده، هي تحس انها بنت عاديه عايزه تعيش حياتها. فاتن حمامه هي التطور بتاعها الطبيعي ضمير قبل حكمت. ده مش تقليل ده مش تقليلا منها، بس اقصد هي حاطه نفسها في الاطار ده برستيج معين،
مش بتروج ليه، او المخرجين بيروجوا لها بشكل عام هي خدت البرسونا دي في بس. السينما. فده يعني ده اللي مخليها شويه مش متحرره في اختياراتها. كمان خلي بالك من زوزو اول فيلم يكتبه صلاح جاهين في حياته. صلاح جاهين كتب اظن على ما اتذكر يعني كتب 7 أو 8 افلام، 4 منهم لسعاد حسني. وطبعا كان بيحبها جدا، وكان مش عايز اقول متبنيها فنيا، بس كان يعني بيحب ان هو يشتغل معاها. هي حتى ليه في حاجات رباعيات هي قالتها ليه بصوتها. اه طبعا احنا عارفين شفيقة متولي يعني طبعا. عمل شفيقة ومتولي، وعمل متوحشة وكتب حاجة تانية برضو لسعاد حسني، بس مش فاكر ايه هي دلوقتي. بس يعني هو كتب 4 أفلام لسعاد حسني. الفيلم شفت خلي بالك مزوزو في السينما. ايه ده فعلا؟ أيوة. لما اتعرض تاني ايوه في زاوية اتعرض في زاوية متمرمم. ما شفتوش في السينما. ده كان تجربة. بس انا فعلا كنت اظن ان هو ده ترميمه هيبقى حاجه خطيره. لا انت مش فاهم. وانا جوه السينما انا كنت حاسه ان انا يعني بجد انا عايزه اقوم ارقص معاها كده. والله العظيم الوان تحفه. وانت شايف ملامحها بطريقه ايوه بالظبط. هو اصلا كمان تلوين الفيلم ده كان مميز يعني. الوان حتى في الاصل، فاقصد يعني ترميمه كمان هيديله. وهي كمان يعني سعاد حسني اموره جدا 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 جدا. وكان اول مره اشوف فيلم يعتبر استعراضي بالظبط، او ميوزيكال كده، بس يعني لوس ميوزيكال في السينما المصريه. فلما رحت شفته في السينما كنت حاسه انت هو ده الطريقه اللي هو المفروض يتشاف بيها. هو ده معمول عشان تشوفه بالطريقه دي على السينما فعلا. انا شايف كده برضو. انا يعني للاسف ما شفتوش، يعني اتمنى يعرضوه تاني عشان ادخل اشوف السينما. بس يعني دي فعلا من اجمل التجارب اللي ممكن تتفرج عليها، اللي هو فيلم استعراضي. يعني شايف انه صعب قوي تشوفه على شاشه صغيره. يعني في سعاد حسني اول مره. فكان بالنسبه لي انا بالظبط. بس انت حظوظك حلوه في يعني تجاربك الاولى مع بالظبط مخرجين ومع فنانين بالظبط. فعلا ده دايما ما بيبقاش حلو ساعات، انه يقفل الواحد. انك لو بعد كده شفت تجربه تانية تكون الاكسبكتيشنز بتاعتك اصلا عاليه. أيوة. لا بس سعاد حسني لا شوفي لا هتلاقي عالي اكسبكتيشنز. حسيت ان انا بقى عندي كراش. انا بتفرج على الفيلم انا مش مصدقه ايه خفه الانسانه دي. ايوه في كل حاجه بتمثل وبتغني وبترقص وفي كل حاجه فيها وتمثيل بالظبط. لذاذه وكوميدي شغال، تمثيل جد وعياط وحاجات مؤثره شغال. انا اقدر اعمل كل حاجه، وهي طالما موجوده في الكادر انت عينك مش عارفه تنزل من عليها. أيوة. خلاص هي المين كاركتر في كل الكادرات اللي هي فيها. انا 100%. وطريقه شعرها وملامحها وازاي هي كانت. ما فيش بقى كان ساعتها ما فيش الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي، البوتوكس والفيلرز والاكريليك نيلز والكلام ده كان طبيعي. فكانت هي يعني كل حاجه فيها قريبه برضو، يعني بالرغم من ان هي شكلها بعيد عنك بس هي برضو قريبه. انت حاسس انك ممكن تشوف شبهها. أيوة. يعني في احتمال انك تشوف شبه البنت دي عادي في الجامعه. انت شفت فيلم فتاة الاستعراض؟ عارفه بتاع عارفه طبعا. كان برضو كان دورها فيه لطيف جدا. ف يعني انا بشوف ان فيلم خلي بالك من زوزو من الافلام يعني مش عايز اقول فيلم مفضل بالنسبه لي بكل صراحه لسببين. اول حاجه حسين فهمي. الخط بتاع حبها لحسين فهمي انا مش بلعه. يعني ما اعرفش اختيارها كان غريب جدا. يعني ليه ممكن حد بالانطلاق ده يختار حد واقف كده؟ يعني بجد شخص والله يا ساعات الدنيا بتمشي كده. اظن يعني الموضوع كان له علاقه يمكن ان هي بالصراع بين شخصيتها قبل الجامعه وشخصيتها بعد ما خرجت من. وهو بيعتبر النقيض لكل حاجه هي عليها. هو اغنى منها ديسنت كده قوي وشيك كده هي عملت معاه تاني فيلم أميرة حب انا. كان برضو هو ده. ايوه صلاح جاهين برضه. أميرة حب انا. ايوه كان صلاح جاهين برضه هما الاثنين. بس ده كان بعده كان بعده ب3 سنين. بس كان برضه كان حسين فهمي في نفس المرحله العمريه برضه. أميرة حب انا كان 75 ونفس بس أميرة حب انا طبعا كان عن يعني هو ما اعرفش مين السيناريست، بس هو قصه نجيب هو يا ابني صلاح جاهين. صلاح جاهين صح انت قلت. وهي عن قصه لنجيب محفوظ يعني. بس برضو كان نفس انا ما شفتش أميرة حبي انا ده بقى. بس يعني اظن يعني اسمه حسين فهمي كان فيه فاكك سن عن خلي بالك من زوزو.
انا ما اعرفش خلي بالك من زوزو كان اول دور تجارب ليه، ولا خلي لا. بالك من زوزو، صح؟ اظن او يعني من اوائل من الادوار الاوائل. خالص. هلا غالبا حسين اصلا كان دارس اخراج، كان دارس اخراج هو في دارس امريكا اخراج أصلاً. بره، فهو اساسا يعني كاريره يعني هو يمكن هو شكله اللي اداله البدايه في الانطلاقه السينما. دي بالظبط. والميك اب والملابس في الفيلم ده عبقريه. اه طبعا جميله قوي حلوة جميله قوي. جدا. قوي. بقول لك الالوان عموما في الوان عموما. الالوان عموما في الفيلم ده برضو مميز، زي ما انا قلت انه كمان ترميمه وتلوينه ده اداله بعد افضل يعني. انا بقول لك انا يعني انا شايف انا بحب يعني سعاد حسني، بحب تحية كاريوكا جدا جدا جدا، انا بحبها موجود في قوي. اسكندريه ليه؟ ادوارها وهي كبيره موجوده في اسكندريه كمان. موجوده في اسكندريه كمان وكمان. ادوارها وهي كبيره مميزه جدا. انا بحبها بشكل، انا بحب تحية الكاريوكا جدا جدا، ووجودها على الشاشه انا بحبه جدا. ف وبحب سمير غانم في الفيلم ده برضو. سمير غانم من تحفة. غيره الخط بتاع حسين فهمي هيبقى صعب قوي. طبعا طبعا. فوجود سمير غانم خفف جدا الفيلم. من حب انا برضو زي ما بقول لك انا يعني مش من افلامي المفضله، ولكن ده فيلم لذيذ جدا، وفيلم يعني ما اتضايقش ان انا اتفرج عليه. مش هروح له، وخفيف وخفيف فيلم لذيذ كده وبتاع، مش هروح له بس مش هتضايق ان اتفرج عليه. برضو الحته اللي هي بتاعت الجامعات في السينما في الجامعه، واسمه ايه الكاركتر الراجل الكاركتر الغريب ده بتاع مين؟ لا ما افكر معاه. يعني بيعمل ايه؟ اللي كان طالع من التيار الاسلامي، التيار الديني، اسمه ايه الراجل الكاركتر؟ محي اسماعيل. محي اسماعيل. اللي هو كان طالع عمال بيقول جمعاء وبتاع، وكان انا ما بحبش الكاركتر ده جدا، يعني شايفه اوفر قوي يعني، فاهم؟ فعشان كده ما بحسش ان انا مبسوط قوي بالفيلم. بس غير كده يعني سعاد حسني يعني اي حاجه بتعملها سعاد حسني انا معاها يعني. هتختار ايه؟ 24 دقيقه هل كده فصل؟ اختار ايه؟ يبقى انت تختار ايه بقى؟ ولا نتكلم عن فيلم تاني؟ انا حاسه ان احنا عاملين بنعمل الافلام كلام اطفال صغيرين، عارف لما تبقى انت هنديك حقك لان احنا هنطيرك بس يعني نوفر الكلام الارهاب والكباب. انا طبعا الارهاب والكباب ماتش سهل بصراحه. انا الارهاب والكباب ما انا كنت اتكلم عن الارهاب والكباب عشان اختار الارهاب والكباب، بس نخليه راوند تانية. وانا برضو الارهاب والكباب طبعا. هو احنا ليه متفقين؟ انا مش عارف عايزين غالبا هنقفش بقى المفروض الماتش. ما خلي بالك، انا عندي خناقه. انت خلي بالك ان احنا اتفقنا مثلا في التصفيات دينا هتبقى مولعه بعد كده. بالظبط. فخلي بالك من زوزو. هيبادرنا. خلي بالك بقى. طيب احنا دلوقتي دور الاربعه. ايوه 4 افلام اهو. هل انتوا كنتوا متوقعين الشكل ده في دور الاربعه؟ نوعا ما. انا في فيلم برضو كنت اتوقع ان الحريف بدل الارهاب والكباب. انا كنت اتوقع ان الحريف بشكل عام موجود في الاربعه دول. زي ما قلت لك انا كنت شايف الحته دي انه الحريف هيخرج على طول من اول دور كده. مش بيخرج من اول دور، لما بين القايمه شفت تفضيلات اكتر منه. لا يعني لو الحريف اتحط مثلا مع زوجة رجل مهم في الغالب كنت اختار الحريف. ايوه ماشي. انا اتفق. فيعني الحريف كان احتمال كبير يبقى موجود. بس الاربعه دول يعني الاربعه دول لو خمسهم الحريف فهطلع لو اتحط مع الارهاب والكباب اختار الحريف. لو الارهاب والكباب اختار الحريف ماشي. يعني فهو الحريف في الغالب هو بس الفيلم النايس، بس بصراحه كنت متوقع هو حظه يعني هو حظه جه مع عرض الخوف برضو يعني. يمكن يعني هو اكتر فيلم الوحيد يعني مش عايزين دلوقتي نحط توقعات، بس هو يمكن فيلم مش عايزين نحط توقعات، بس بشكل عام يعني انا شايف انه بس الناقص هو الحريف يعني، بس غير كده تمام. طيب احنا وصلنا لدور الاربعه اهو. يلا بينا. عندنا اول ماتش في دور الاربعه، الكيت يواجه اسكندريه ليه. هل كنتوا متوقعين الماتشات دي؟ يعني ماتشات محترمه جدا يعني. ماتشات محترمه. ده صعب قوي، ده مستحيل. لا عادي. لا فيها كله فيها عجله ورا كمان. كله فيها كله. انا عندي طبعا. يا سلام. طبعا. انت متوقع الماتش ولا ايه؟ لا مش متوقع والله، بس يعني. طب اكتر فيلم بتحبوه موجود هنا لحد دلوقتي؟ اه حسيت فيه بسط. موجود. موجود.
وانا موجود. لا ما هو ده منطقي لان احنا متفقين اصلا في الماتشات دي بالظبط لحد آه. دلوقتي بالظبط، فاحنا حبيت اعمل تمام. بس سنس سبايسي كده. بجد. طيب احنا عندنا فيلمين برضو يعني الاثنين بعاد عن بعض برضو الى حد ما. مدرستين مختلفين تماما. راجل يعني يوسف شاهين حاكي في فيلمه، ممكن اقول انه يعني فيلمه بيتكلم عن موقعك في العالم من جوه خالص، انت مين وبتعمل ايه وعايش فين والزمن اللي حواليك داير فيه ايه، لانه الزمن بيدور في الحرب العالميه الثانيه بعد أيوة. الحرب العالميه، انه كمان الاسره دي كمان حالها متغير من قبل الحرب وبعد الحرب. بالظبط. وفي كمان احنا عندنا بقى يعني حواليك بقى في حرب دايره والعالمين وتشرشل وهتلر يعني فانت عندك واليهود واسرائيل بالظبط، ويعني بدايه قيام الكيان الصهيوني وبتاع والعصابات اليهوديه وهكذا. فانت عندك احداث سياسيه كبيره جدا، وفي نفس الوقت القصه الحدوته الصغيره عن الشخص اللي عايز يطلع يدرس تمثيل بس. وده ملعوب كويس قوي في الفيلم بكل صراحه. خط ناعم جدا وسط يعني الدنيا حاجه ناس محتدمه جدا يعني. حاجات فظيعه جدا بتحصل. وعندنا كمان ازمات ذاتيه للشخص ده، ان هو له اخ صغير كان مات وهو شايف ان هو كان سبب في موته. فيعني احنا عندنا حاجه فعلا على سكيل صغير قوي، وفي نفس الوقت حاجه على سكيل واسع قوي. هو عمل الاثنين كويس قوي. اما الكتكات، فالكتكات احنا عندنا سكيل صغير قوي قوي. قصه بتحصل في شارع. بالظبط. قصه هي سرعات وخطوط برضو، بس في عالم يعني في عالم اصغر جدا يعني. في الروايه القصه دي كلها كانت بتدور في خلال يومين بس، كان فيها حاجه ليها علاقه بالمظاهرات بتاعه الامن المركزي اللي حصلت. كان في الثمانينات 86 تقريبا. لا كانت كام؟ السبعينات. كانت سبعينات. 77 لا 76. هي كانت قبل الحرب مش كده؟ لا طبعا، لا بعد الحرب طبعا. استنى يا سادات ليه معلش كيلو اللحمه 50 قرش باين ولا ب 60 قرش. 60 قرش. ايوه يا عم. لا ايوه ده كان في السبعينات. في السبعينات اخر تقريبا اخر السبعينات حاجه كده يعني. فهي العلاقه بالمظاهرات دي. لا انتفاضه الامن المركزي يا عم ما تلخبطنيش. انتفاضه الامن المركزي دي كانت في الثمانينات يا عم. ما كانتش مش عارفه ادخل فيها. 86. ايوه شوف 86 يا عم. يعني شكتني في نفسي. فكانت بتدور في الوقت ده، في الوقت بتاع المظاهرات بتاعه الامن المركزي. وكان هي فعلا الروايه عباره عن بورتريهات لشخصيات كتير جدا. منهم شخصيه مثلا كانت غريبه قوي، شخصيه اسمها لوست حاجه الانجليزي، كان ميكانيكي في نفس الوقت بيحب يقول مونولوجات من مسرحيات شكسبير بالانجليزي، انه كان بيمثل مسرح في الجامعه. الشخصيه دي مثلا مش موجوده معانا في الكتكات. هو داود عبد السيد لما خد الروايه قال لك ايه الشخصيات اللي ممكن اربطها ببعض، صح. وراح مربطهم. منطقي. فبقى عندنا هو اصلا كان في الاول كان عايز يسمي الفيلم عرايا في الزحام، عشان فكره انه الناس كلها متعريه. كل الناس عارفه كل حاجه عن بعض. يعني المشهد بتاع العزا الاسطوري لما قعد جنب الشيخ وادى بقى المايك مفتوح فحكى كل حاجه عن الناس كلها. ف داود عبد السيد خد الحته دي بتاعت انه الشخص ده عارف كل حاجه عن الناس دي، وخد معاها تيمه العجز. كل الناس دي عاجزه. كل الناس دي عاجزه عن انهم يعملوا حاجه. صح حقيقه. بس الاساس، ودي حاجه بتضايق انا لما كلمته صديقي بقى، فانا معاه كل شويه لما كلمته قال لي هو بيتضايق شويه من فكره انه الناس بتقعد تقول على الشيخ حسني انه شخص مقاوم لعجزه وبتاع. هو شايف انه لا، انت اول نقطه في مقاومتك لعجزك انك تقول انا عاجز. الشيخ حسني بقى ما بيقولش ده. هو راجل بصير جدا يعني. هو شايف انه بقى انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه. بالظبط. فدي نقطه هو شايف انه لا، انت محتاج تدرك انه لا انا عاجز وده عادي، واقاوم ده باني ابقى مدرك ان انا عاجز. ده مش عيب. فانا شايف قصتين طبعا غير بعض خالص، يعني حاجتين غير بعض. هل لا، ما انا عايز افكر في حاجه. هل حد فاكر الموسيقى التصويريه بتاعت اسكندريه ليه؟ لا. ايوه
انت فاكراها؟ مش التصويريه مش على فاكرها قد أوي. ما الاستعراضات اللي موجوده، سواء مثلا اللي كانت موجوده في اخر الفيلم او انا مش فاكر لا، خط مش واضح، فاكرها، مش فاكر مش خط فاكرة. واضح يعني. نقدر نحط وجه مقارنه يعني بين الاتنين، بس يعني هنا الموسيقى في الكيت كات كده كده مميزة يعني. قوي، وفيها أيقونية كده أكتر. اجراس دينيه كده اه بطريقه. بالظبط، فيها حته كده شبه لا مش دي اللي بتفكرني بقى يعني. احنا عندنا هنا طبعا مع التكرار اللي احنا شاهدينه، يعني عندنا برضو راجح داوود موجود هنا مرتين، مرتين فعلا. في النهائيات. ايوه طبعا. ف هو اذا ذكر داوود عبد السيد طبعاً غالبا يعني. ذكر راجح داوود على طول طبعا يعني. ف مش عارف، بالنسبه لي برضو شايف انه العالمين مختلفين جدا، والاتنين مخرجين، بس انا بالنسبه لي يعني لو عندك اختيار؟ هكون اول المفصحين يعني عن الاختيار. حاسس بالنسبه لي قول. كيت كات. ماشي يعني. انا ممكن اتكلم شويه بقى. اتفضلي. طبعا. طيب، الكيت كات فيلم عبقري 10/10، وتاني فيلم انا شفته. تمام، اوكي. تمام. بالنسبه لي انا كانت اول مره اشوف محمود عبد العزيز، وكان بالنسبه لي انا كنت شفت، انا ما كنتش مستوعبه الراجل ده ازاي وصل للتركيبه دي، لان دي شخصيه ايكونيك. هو منظره، بطريقه كلامه، بطريقه مشيته، بنظرته اللي بيبصها لفوق، دي كل حاجه فيه كانت مميزه الهيومر بتاعه جدا. هو كان بيبقى كده عشان في الكواليس عشان يمسك الشخصيه. هو كان بيبقى كده يعني، هو بيحاول يتعامل بالشيخ حسني ده في الكواليس الفيلم اظن يعني. والطريقه فعلا اللي بيهزر بيها، اللي هو عرفتني منين، عرفتك من ريحتك وبتاع. الحته مثلا اللي في الاول لما حكى للراجل القصه اللي هو المفروض راح النور مش اميت وبتاع، قعد يقول له كذا كذا كذا، وفي الاخر قال له امال مين دي اللي طلعت؟ قال له امك. يعني هو جابه في قصه كبيره جدا عشان في الاخر يعمل افيه. ايوه. وبشكل ما اصلا انا حسيت انه يعني بعد كده ده بقى الستيريوتايب اللي متاخد عن الناس العميان، ان هم الحته دي، عارف انت زي ايه؟ زي الشيخ حسني، زي سيد مكاوي طبعا. بس هو كان كده فعلا، سيد مكاوي كان كده. ايوه، عمار الشريعي يعني سيد مكاوي كان كده لانه شخصيه حقيقيه. الشيخ حسني مش شخصيه حقيقيه بالظبط. ده اللي بتكلم فيه يعني. بس انت هتلاقي الشخصيه دي موجوده يعني. ده اللي بتكلم فيه. ما اقصد يعني الناس بقوا فاهمين خلاص انه يعني. بس دي غير مثلا طه حسين، يعني حد يجي يلعب طه حسين يعني طبعا طه حسين مش كده مش كده خالص يعني. خالص. فلا هو يعني برضو ليه علاقه برضو بالبيئه، ليه علاقه بالطريقه اللي اتربى بيها بالظبط. احمد زكي برضو عمله يعني حلو جدا. الكيت كات نفسه كشارع كان هو يعتبر المين كاركتر برضو. هو أيوه. الحي بتاعه انت خلاص، انت على اخر الفيلم انت عارف كل حد من الجيران ساكن فين وعامل ايه وبيعمل ايه بالظبط. أيوه. في كل حاجه وايه مشكلته، كل حاجه. برضو يعني بدون قطع كلامك، بنتكلم عن الحي وحسين قال برضو ان هو انسي ابو سيف اللي مصممه. برضو انسي ليه تجربتين مهمين جدا في الموضوع ده مع محمود عبد العزيز كمان، لانه برضو كان هو اللي عامل الحاره بتاعه ابراهيم الابيض. الجبل أيوة اللي مبنيه هو اللي كلها مبنيه من اول وجديد. يعني مبنيه الحاره كلها يعني بالهضبه بالحته دي كلها. فهو برضو شخص يعني ايكونيك في الحته دي يعني. تكملي. بالنسبه لي كمان الكيت كات العلاقه ما بينه وبين ابنه كانت تدرس، لان علاقه حقيقيه، مش بيقول لك مشكلتهم كذا وخلاص العلاقه مبنيه على دي، لا، علاقه واقعيه. ان انت ساعات بترخي مع باباك، ساعات بتشد مع باباك، ساعات بتشوفه حد رائع وساعات بتشوفه حد لا انا احسن منك، انت قراراتك كلها غلط. ويوسف كمان شايف انه والده هو السبب في ان انا مش عارف اطلع من هنا، مش عارف اسافر، مش عارف. مع ان في الحقيقه هو يوسف اللي خايف. هو اللي خايف. هو خايف يعمل اي حاجه. هو الناس في الفيلم ده بيعلقوا مشاكلهم على اي حد حواليه، على حد. مش دي حاجه واقعيه؟ هو ده اللي بيحصل في الغالب، ان احنا طول الوقت شايفين ان الناس اللي حوالينا هم اللي غلطانين، هم اللي ما ادوناش حاجه كفايه، واحنا مش عايزين نشيل مسؤوليه بقى خلاص. ما يعني اللي حصل بقى. صح. لا فيلم عبقري، والموسيقى التصويريه بتقبض القلب، ولانها بتحس كده فيها اجراس دينيه بتحسسك كده ان الناس دي ان بيعملوا خطأ او طريقة حياتهم خطأ شوية لو انت بصيت لهم بطريقة ايدياليستيك شوية. أيوه. لكن هم بني ادمين وكلنا مش معصومين من الخطأ. اسكندرية ليه بقى؟ اسكندرية ليه بقى؟ ايوه ليه؟ اسكندرية ليه؟ انا بعشق الفيلم ده. انا شفته اول مرة 2019 اكشلي.
كان بيتعرض في زاويه، حلو. ايوه كان ضمن برنامج ترميم ليوسف شاهين. طبعا شفته في نفس الوقت ده برضه. فرحت شفته، وكان بالنسبه لي كان اول فيلم مصري اشوفه في السينما اصلا. وكان بالنسبه لي انا حسيت ان انا افكاره قريبه قوي من اللي انا بحبه. يعني هو شخصيتين، الكيت كات واسكندريه هما شخصيتين. انت لو انت بتدور على ده، بتدور على القصه المتمكنه او بتدور على صراخات فنان. فبالنسبه لي اسكندريه ليه هو النشيد الوطني للفنانين، بان هو حد بيحاول يوثق شغفه للفن ومن سن صغير. دايما انا عندي فكره كمان ان المخرج المتمكن الاجنبي او المصري او العربي او ايا كان جنسيته ايه، بيوصل للحظه من بعد كاريره العملاق الايكونيك، بيوصل للحظه ان هو بيبقى عنده كده نوع من انواع الوعي، الجاد لايك كومبلكس، الوعي الالهي شويه، اللي هو بيبدا يطفو كده ويشوف نفسه من وجهه اللي هو الطرف الثالث، ويبدا ان هو عايز بقى يوثق هو كان مين من وجهه نظره وهو كبير، رحلته هو بقى بالظبط. ايوه. اثناء بقى صناعه الافلام دي، زي مثلا ايتن هاف لفليني، زي اسكندريه ليه، اثناء صناعه. وفي واحد تاني اللي هو سانتا سانجري جودروفسكي. هو على فكره فيليني عنده برضو اماركورد، كان نفس الفكره برضو. أيوة. بيفتكر برضو حاجات من طفولته وبتاع. أيوة. والاسكندريه ليه كانت بالنسبه لي انا ده اكتر نوع افلام بحبه، لان بحسه اكتر مصداقيه. هو ذكي جدا. وحتى لو ذاتي، وحتى لو انت طبعا وانت بتحكي قصه نفسك مش زي ما اللي حصل في الحقيقه، بس ده بتحس كده ان انت بتسمع حد صاحبك وبيحكي لك كده شقاوته. بالظبط. فبالنسبه لي اسكندريه ليه هو بيرمز لده، بيرمز ان في حد ايكونيك وصل للنقطه ان هو طفى وبيحكي عن نفسه من وجهه نظر الثالث، وفي نفس الوقت هو بيحكي لك بمصداقيه وبطريقه هو بيكسر كل بقى الحواجز اللي ما بينه وما بينك، وبيوريك هو مين ودي انا وعيلتي وبتاع. يعني مين يوسف شاهين الانسان، علاقته ايه بباباه بمامته باخته، بشغفه بالتمثيل، باصحابه، ايه الانسكيورتيز اللي عنده، ايه نقاط الضعف، ايه نقاط القوه، مين ساعده، مين ما ساعدوش، مين فاكر له، مين ما فاكرلوش. وان الدايركتور يبدا يعمل حاجه زي كده، هو محتاج ان هو يبقى حد معين، وده مش كتير. فبالنسبه لي اسكندريه ليه هو فيلم لن يتكرر، لانه محتاج حد معين. هو مش عشان هو هو اخراج عبقري وتمثيل عبقري وكتابه عبقريه، بس هو محتاج حد معين، وهو رساله حب للفن وللسينما وللفنانين ولاي حد بيحاول ان هو يدي للسينما حاجه. فطبعا اختيار اسكندريه ليه، مع انه مش طبعا يعني كانت رائع تحفه. كلام جميل جدا. كويس. وصلنا لنقطة ملتهبة شوية في الحلقة، مش معقول يعني الحلقة لا طبعا. انا اللي يعني هقرر مين اللي كانت اسكندريه ليه. طيب بص كل الاحترام. في حاجة كنت عايز اقولها دلوقتي، فكرت فيها. يعني لما انت قلتي موضوع فليني وبتاع، حسيت انه الفيلم بتاع اسكندريه ليه تحسي ان هو في روح السينما الاوروبيه كده. انا كنت فكرت في مثلا ايه سؤال، ماذا لو انت مثلا عندك حد اجنبي بيحب الافلام وعايز يتعرف على السينما المصريه، فعايز ترشح له فيلم، هترشح له فيلم ايه من دول؟ يعني من دول. ما هي هنا دي بتراجع طبعا كفه معينه. لا هترشحي له اسكندريه ليه؟ لان هو في من لغته. بس هو يعني شبه شويه الحاجات الاوروبيه. يعني هو بالنسبه له يقصد هو انت عايز تقرب له الموضوع ولا توري له السينما المصريه البحته؟ لا، انا عايز اوري له السينما المصريه دي بتحكي عن ايه بالظبط، ويعني عامله ازاي، والحياه في مصر عامله ازاي. حريف مش موجود هنا. بتسالني سؤال ليه؟ اختار. اقصد في دول يعني افضل. لا ممكن كيت كات. ما عشان كده اختار كيت كات، عشان لو حد هو بيتكلم ان شاء الله حد اجنبي جه بس كده هو اللي هتختار. لا بهزر، لا مش بس كده طبعا، بس يعني بالاساس انا بحب الكيت كات طبعا اكتر بجد. مش صدق انت طلعت اسكندريه ليه؟ لا هو اكيد بيحب الكيت كات عشان كلم مخرجه داوود عبد السيد في التليفون. لا انا بحب الحدوته بتاعت ابراهيم اصلا طبعا. بحب ابراهيم اصلا جدا، بحب داوود عبد السيد جدا جدا، مخرجي المفضل. بحب الكيت كات قوي. الكيت كات يعني اول مره اتفرجت عليه حسيت ان هو لا، انا مش مصدق ان في فيلم شبه ده اصلا، بكل حاجه، بالمزيكا، بالمشاهد، بالهزار، بالضحك، بالمشاهد المؤثره، بالممثلين، بالديكور المبني ده. كل حاجه في الفيلم بالنسبه لي ممتازه.
فلا طبعا اكيد كيت كات. انا اسف والله، لا، لا. والله انا اسف يعني، بس بحس ان هو هو أنا يعني بقول لك فرق بس. اجيال والله، عشان كده اخترنا الكيت كات. أنا يعني ماشي لك، بس ده ما ينفيش ان احنا المباراه كانت صعبه، احنا قلنا يعني. ايوه مباراه صعبه جدا. جدا يعني جدا. لا، انا لما شفت اسكندرية الكيت فيلم كات جميل، في الفيديو جميل. بتاعي قلت ان ده احسن فيلم مصري انا شفته، ولما شفت الحريف قلت ده احسن فيلم مصري انا شفته. ايوه كل فهو- ما فيلم بتلاقي آه. بيعلي وبتاع. ما ده اللي هو بس هو بيتكلم اسكندرية فيه ليه شبه اللي أنا بدور مصري، عليه. انك تقدر تقول هتقدر تقول احسن فيلم مصري شفته. لا، واسكندريه ليه في احسن ما فيلم هو مصري؟ ما فيش اسكندريه لان ما هو فيش. مش فيلم مصري، هو فيلم مصري. هو بيتكلم في اكثر مصرية. مين بيمثل مين بيمثل وليه ده سؤال، احنا ليه حصرنا نفسنا هنا؟ لا يعني ده سؤال عشان تبقى طريقه للاختيار، يعني بما ان الاختيار ما بينهم صعب. ما دي صعب أوي. وجه لازم تلاقي وجه مقارنه عشان ترجحها كفه. الاختيار ما بينهم صعب جدا. يعني لو الاختيار ما بينهم سهل كنت قلت على طول اي حاجه يعني، بس لا. انا فاهم ما هو في الاخر، ما هو زي ما كنت بقول بلاش مع سينا واحنا جايين، ان كل واحد هيبقى عنده حيثياته للاختيار، يعني ملهاش وجه مقارنه، يعني كل واحد عنده حيثياته المختلفه، ده ما ينفيش صحه الحيثيات التانية. لا ماشي. انا لو وجه المقارنه اللي انت قلته، الكيت كات يبقى اكثر مصرية. بس اسكندريه ليه هو بالنسبه لي من اكتر الافلام اللي انا بدور عليها. ايوه يعني أيوة. هو ده اللي انا السرياليه ان الواحد يجسد اسمها ايه، الميموريز بتاعته، طموحه كان ايه، يحاول يسترجع الذكريات دي ويحطها بالطريقه دي. لا الافلام المعموله يعني للسينما، يعني انه الفيلم يعني فور ذا سينما بس، يعني انه ده اللي انت تقصد عليه. لا مش بس كده، هو في لو انت عايز قصص انسانيه، لو عايز قصص سياسيه، لو هو بيقدم كل حاجه، بس هو اسلوب سرده متميز ومختلف شويه عن الباقي. طبعا صح. 100%. بس بس يعني معلش يعني احنا اسفين جدا جدا، ولكن يعني هي الحياه كده. عارف انت وانت بترميه كده ممكن يعني يبقى يطلع لك صوت من جوه. بصوت معين يوسف شيكا بيستخدمه كتير. لا ميدو يقول ليه؟ لا يا عم اسكندريه. المهم لازم يوسف وفاته. مباراة الطرف الثاني من نصف النهائي. ايوه ما بين دي اسهل شويه من أرض المباراه الخوف. الاولانيه. اتفق. والارهاب والكباب. هل فيلمك المفضل لسه موجود؟ لسه موجود. خرج. انا بقول لها عشان انا بضحك عشان كده. فيلمك المفضل لسه موجود؟ يبقى انا عرفته. لا يعني انا ما قلتش بس هو لسه موجود. احنا دلوقتي ايه، ارض الخوف ضد الارهاب والكباب. ده 2092. 92 دي سنه ميلادي. 2000 دي سنه ميلادي. شفتي كل واحد فينا بسنة ميلاده، بس يعني احتمال الاختيار ملوش علاقة بسنة الميلاد. 92 كانت سنة الزلزال. ما انا اتولدت قبل الزلزال بشوية. بالنسبة لي يعني ما عنديش ميموريز، انتوا عندكم ميموريز مع الافلام يعني. ايوه صح، انت ايوه صح، لا ده ولا ده صحيح. 94 انت ايوه انت مش تبعنا صحيح. بس كل ده خدش بالك. ايوه انت مش تبعنا في القصة في الخناقة دي. طبعا الارهاب والكباب هو الفيلم الثاني في الخماسية اللي عملها الثلاثي عادل امام ووحيد حامد وشريف عرفة. الفيلم الاولاني كان لعبة مع الكبار. الفيلم ده انا بشوف ان هو يعني بحب اللعبة مع الكبار، بس بشوف ان الفيلم ده مركز اكتر افضل. ولكن كان في حاجة طرحها السيناريست وائل حمدي، كان بيقول في انه الجزء الاولاني بتاع الفيلم ده ممل شوية. فيلم ايه؟ الارهاب والكباب. انا ما بتفقش مع النقطه دي. الجزء الاولاني اللي هو خارج المجمع، حلو الكلام ده. اللي حياته خارج المجمع. يعني كان بيقول ان هو الجزء ده كان ممكن يبقى اقل من كده. هو اصلا قليل، ده هو بدك مشهد مع مراته، مشهد مع عياله، مشهدين في الشغل. بس هو راح المجمع مره ورجع وبعدين راح تاني. ولازم يعمل تمهيد بقى، لازم يعمل تمهيد ويوري لك كمان فكره ان انت ممكن تروح حاجه زي كده وما تخلصش ورقك من كتر الملل ومن كتر هو كمان بيوريك شخصيه عادل امام ما قبل المجمع وما بعد المجمع. النقطه دي بقى انا كنت عايز اتكلم فيها، ان هو اصلا اولا هو اختار له اسم احمد جينيريك. الله يخليك. انا اسف. احنا متفقين، احنا ما بنستخدموش. هو جينيريك ما بنستخدموش. يعني هتلاقي اسماء اسمه بالنسبه لي يوسف حسين. بالظبط. ما بالظبط هو الاسم الاولاني ده بيتشيل، لانه هنا اسم احمد ده فعلا اسم جينيريك جدا، وهو لايق على الشخصيه دي. ده شخص عادي جدا، شغال شغلانه عاديه،
عايش حياه عاديه، شخص جنب الحيط خالص يعني ما بيعملش اي حاجه لاي حد. ف بيوريك بقى شخصيه احمد ده مع مراته، مع في شغله، في الاتوبيس، في حياته. وبعدين بنروح للنقطه اللي بعد كده لما بيروح بقى المجمع، هذا المكان اللي اظن كان اسمه ايه، والتر ارنبريست ده، دكتور في بيدرس دراسات عن اسمها ايه، الشرق الاوسط. ده دكتور بيدرس دراسات عن الشرق الاوسط وبتاع. فمن ضمن الحاجات اللي درسها كانت الافلام اللي بتتكلم عن حاجات خاصه بمصر وكده. فكان بيتكلم بيقول انه المجمع ده كان يعني مكان مشهور جدا بفكره انه انك داخل بلا امل، انك هتخش مش لازم حاجتك تخلص، انك هتخش تلاقي مشكله جوه. وهو مكان غريب جدا، عامل زي الدوامه. يعني هو شكله من جوه عمري دخلته. انا ما دخلتوش يعني، دخلت ما اظنش برضه مرتين، ما دخلته. كنت رحت الجوازات. بس هو التصوير بتاعه يعني ادوار عامل زي الدوامه كده، وزحمه جدا جدا. الناس كانها في يوم الحشر، كل الناس ماشيه لازقه في بعضها ومحدش بيعمل حاجه، مفيش حاجه بتخلص. يعني انت بتخش جوه تلف 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 تلف، بعدين تنزل تاني وما بتعملش حاجه. خرجت كانك دخلت زنبرك بالظبط، بتلف ويفضل. ففي سنه ذل كده. هذا الشخص بيتذل لسبب غير مفهوم. هذا الشخص ما عملش اي حاجه عشان يتذل، ما عملش اي حاجه لحد. هو عايز ينقل عياله من المدرسه، حاجه بسيطه جدا قريبه من البيت، حاجه يعني ما بيطلبش منها، ما بيطلبش حاجه كبيره، ومع ذلك بيتذل. هو غالبا بقى بيكون مشحون بقى من كل ضغوطات حياته ما بره خارج المجمع واللي شافه ده، فبيتحول بقى يبقى بالظبط. انت عندك بقى طول الوقت انت بتدور على شخص في حمامات، بتخش الاتوبيس تلاقي راجل عمال بيقول انت سعرك هيرخص. ايوه السين ده تحفه. ما يعني عبد العزيز عبد الحق مش كده؟ عبد العزيز عبد الحق. بتروح لمراتك مش طايقاك وبتلبس بتاعك ماجدة زكي. لا مكان متغطيه ب 50 غطا، كان بيحاول ينادى عليها. فرستريشن بجد. هو بجد ما في يعني، انا مش يعني هو مش طايقاك فعلا، بتتعامل معاه لانه اللي هو ايه ما هي عندها حياه تانية برضه، ما هي مش لازم، هي كمان كانت بتمر بحاجه. ايوه ما انا فاهم ان هي بتمر، بس هو كل ده ضغط بقى عليه. فلما بيجي بقى يروح ينفجر اللي هو انا عايز حقي دلوقتي وعايز اعمل كذا ومش عارف ايه، فجأة مش بيتحول لمواطن غاضب، هو بيتحول لارهابي. على طول. انا كان عندي سؤال للفيلم ده، لان انا كنت اعرف يعني بيتكلم عن ايه من بره، بس كنت عمري شفته. لما شفته كنت اثناء ما انا بتفرج عليه كان اهم سؤال عندي ازاي هيتحول الراجل المسالم ده الى ارهابي. هو مش ارهابي خالص يعني. ما هو الطريقه اللي هو خد بيها السلاح كانت يعني فيها توتر وقلقان كده هو حتى لما بيضرب هو بيتهز، لان هو ما مسكش سلاح قبل كده، فهو مش عارف اصلا السلاح ازاي جه في ايده، لان انت هو مش هيمسكه. فازاي تخليه ياخده بس بطريقه تبقى واقعيه للمشاهد برضه. ده بالنسبه لي كانت تحفه. لا الحته دي حلوه قوي. وبعدين فجاه لقى نفسه ضد وزير الداخليه يعني مش ولا في ناس معاه ومستعدين وعندهم يلا بينا. الموضوع كبر قوي. وده بيبان طبعا في النقطه الابرز في الفيلم، ان هو لما بيتسال عن مطالبه ما بيبقاش عارف هو المفروض يطلب ايه بالظبط. فاول حاجه طلبها عايزين ناكل كباب، لان هو اصلا مطلبه الاساسي ان هو ينقل ولاده لمكان قريب. فهو لو قال كده هي اللي هو انت ايه انت لان المواطن المصري من كتر سرعه الحياه وصعوبه الحياه في ان هو يواكب مع اللي بيحصل، ما بيبقاش عنده وقت ان هو يقعد مع نفسه يفكر. يعني الناس دي كلها اللي في الفيلم هم عندهم مطالب كتير، دول لو قعدوا مع نفسهم 10 دقايق هيعملوا لستة مطالب. بس هو عشان اتسألت في لحظة، انت عمرك ما قعدت قبل ما اخدت السلطة دي وخدت الباور واتناقشت ولا حتى مع نفسك، ما عملتش بروفا قبل كده. ولا حتى مع نفسك، دي حاجة مخيفة يعني حتى مش مع صاحبك، مش مع انت حتى مع نفسك ما قعدتش قلت انا نفسي في كذا، يا ربي لو ده يحصل. الراجل بيطلب مطالب، يعني بيقول انا نفسي يعني احفظ كرامتي ولا اوبخ. ايوه اظن دي حاجه يعني نفسه بس في انسانيته، اللي هو المطالب مش هينفع يطلبها من وزير الداخليه يعني بالظبط. مفيش حاجه هتحققها له، هو مش عارف ايه اللي المفروض يحصل. يعني طبعا اعمل ايه؟ في جزء كبير برضو اخراجي له علاقه بالشخصيه الكاريكاتيريه اللي بيطلع عليها المسؤولين في الفيلم ده. ايوه كمال الشناوي تحفه. ولا ورئيس الوزراء اسمه ايه اللي بيطلع دايما مسؤول كبير ده، الراجل الممثل المميز ده اللي هو مش فاكر. الراجل اللي هو الاصلع شويه
اللي كان طالع في المشهد لما اجتمعوا المسؤولين، وهو كان قاعد على كرسي كان كبير عليه، كان وهو كبير عليه قوي، رجله هو متعلقة، صغير كده. رجله ايوه متعلقه ايوه ف لا هو بصراحه برضو وحيد حامد وشريف عرفة يعني في صياعه كده في الطريقه والساوند تراك بتاع الارهاب والكباب في كده تصاعد عبقري. لان هو الساوند تراك هو اللي بيحصل في الفيلم بالظبط. بيبدا زي تصاعد 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 لحد ما بيبقى ملحمه. ايوه والملحمه دي بعدها بيبقى تسقيف وتهريج والدنيا وتكاتف. ايوه بالظبط. وهو ده بالظبط بيحصل في الفيلم، ان أيوة. هو رتمه هادي، واحد طبيعي جدا، فجأة بيلاقي نفسه ان هو الدنيا كبرت جدا، وبعدين بقى فيه تكاتف وتعاون، والناس حطيته في مكانه معينه. ده غير النهايه العبقريه. انا بحب النهايه برضو بتاعت الفيلم ده قوي. فاحنا عندنا المزيكا انا بشوف انها لايقه جدا على الفيلم. فكره الحلزونه اللي هي المزيكا اللي عماله بتعمل ترارارار طول الوقت. المزيكا مودي الامام هي جزء كبير من الاحداث، بس ده برضو موجود في ارض الخوف. يعني ارض الخوف عندنا مزيكا ايقونيه برضو اللي راجح داوود تاني طبعا. وبحس المزيكا دي شويه فيها البان فلوت اللي هي بتاعت اسمه ايه جورج، اسمه ايه الراجل اللي هو بتاع ذا لونلي شيبرد. ايوه هي نفس الآلة دي. بحس انها آلة لسبب ما روحانية كده فيها حاجة فبما ان ارض الخوف فيه جزء كبير جدا بيتناقش على المستوى الوجودي بتاع انا مين وبعمل ايه هنا ونازل الارض والتفاحة وكل الكلام ده، فالمزيكا كانت مزيكا لايقة جدا وعبقرية جدا. وفي نفس الوقت انا بشوف ان هو فيلم اكشن كويس. يعني هو سواء كده او كده، يعني لو هتقعد بقى تقراه من وجهة نظر سياسية، من وجهة نظر دينية، من وجهة نظر وجودية، من وجهة نظر فلسفية، يحتمل كل ده، كل حاجة. وفي نفس الوقت هو فيلم اكشن لطيف. يعني لو شلت كل ده هتبسط. مشهد مع ذلك برضو مشاهد الاكشن ناعمه جدا. المشهد بتاع الاغتيال على الشط، ده خطير جامد جدا جدا. والطريقه كمان اللي بيضرب بيها اللي هي لما بيقلب المسدس كده. اول مره باين عملها كان كانوا في عمليه لما كانوا في وسط اشجار او حاجه. انا بحب الحته دي قوي كان قوي. بيقتل كان اسمه ايه البحيري، مخلص البحيري. ده كان اول عمليه باين يفرض بيها بقى قوته. هي دي الحته اللي بيتحول فيها من ادم ليحيى ابو دبور. يحيى المعلم بقى اللي هو شاف ان اول حاجه المفروض يقتل اصل القتل ده هو الجريمه الاكبر للانسان. خلاص بعد كده مفيش حاجه بعد كده تقدر تعملها خلاص بقى. فهو ابتدى بانه بودي جارد، بعدين مسك بيسعى سلم الفساد، وبعدين تاجر في المخدرات، وبعدين قتل. خلاص انت طالما قتلت يبقى خلاص كده انت مفيش حاجه بعد كده تعملها يعني. وبرضو بحب برضو شخصيه المعلم هدهد اللي كان عاملها اللي عنده ايثكس يعني هو رافض يبيع كوكايين. لا ده ما نبوظش بالدنيا. لانه الكوكايين ده يأذيهم، يأذي الناس اللي هو عارف الناس اللي بيبيع لهم، عارف زباينه. هو شايف انه الشخص اللي جايب الباراشوت ده هو مش عارف حد بيبيع له. وده اللي قاله له في الاجتماع ان هو انت ما بتتعاملش مع زباينك، انا بتعامل معاهم وعارف بتعامل معاهم وش لوش. ومش بس كده، ده يعني الست اللي جوزها كان شغال معاه واتحبس راح دفع لها فلوس وفرح البنت عليه. يعني عنده مبادئ جدا جدا. كان في مونولوج كده بيتكلموا فيه، كان هو واحمد زكي ما كان عنده باين في البيت او بيشربوا حاجه وبعدين كده وبيقول له ان القتل ده شيء يعني عرض يعني من الدنيا وبتاع. هو الراجل متفق تماما مع الدنيا بشكل عام. القتل ده جزء منها، المخدرات جزء منها، وجودي انا جزء منها، وجودك انت جزء منها، وجود الضباط برضو جزء منها. هو الراجل مش معترض على حاجه. فانا شايف ان هو احسن واحد عايش بصراحه، ان هو الراجل عايش حياه رايقه جدا، شايف ان كل حاجه تمام ماشيه. بالنسبه لي ارض الخوف كان اتقل فيلم انا شفته، اتقل فيلم. وكان عندي يعني محتاجت وقت كبير قوي عشان اعمل اليوتيوب فيديو بتاعه، لان حسيت ان الفيلم ده اولا كنت محتاجه اشوفه مرتين. هو في ليرز كتير محتاجين. ومهما انت ركزت ومهما انت واعي جدا انت بتتفرج عليه، لا انت بتحس ان فجاه كده في نص الفيلم في صوره اكتملت. ايه ده، انا كنت عايزه اتريس الصوره دي من بدري. في اخر الفيلم ده في صوره ثالثه، ده في صوره رابعه، في لاير هنا وفي لاير هنا وفي لاير هنا. فحسيت ان انا في اخر الفيلم ده اكبر مني بكتير، انا محتاجه اقعد افصصه واشوف كل حاجه فيه. ده غير كمان ان برضو زي اسكندريه ليه لما بيبقى فيه كده فيلم معين
هو اسكندريه دي ارض الخوف هو فيلم تاني معين، اللي هو الفيلم اللي هو بيبقى صناع العمل بتوعه اكتملوا عندهم كده اكتمال في فكره فلسفيه معينه بكل ابعادها، وبيقعدوا يتفرعوا منها يتفرعوا منها يتفرعوا منها يعني لحد ما بيعمل شجره كبيره جدا. بيبقى الفيلم عباره عن فيلم بيحكي عن كل حاجه وكل حاجه وكل حاجه. هو خلاص، هو انت اي سؤال عندك في الدنيا هتلاقيه غالبا في الفيلم ده في الغالب هو اي الفيلم ده سؤال اتكلم فلسفي. عليه. انت مين، انا فين، انا ليه، اشمعنى، ماذا مين لو صح، مين صح؟ ماذا لو اتنسيت؟ صح، ماذا لو انا كل اللي انا بعمله ده على ملوش الفاضي؟ قيمه. ايوه، انا المونولوج ده من احسن الحاجات اللي شفتها في السينما المصريه. الحته اللي هو لما بيقابل عبد الرحمن ابو زهره في زهرة. الجامع وبيقول له السؤال بتاعي، يعني كل اللي انا بكتبه ده بكتبها ليه؟ ليك انت. انا كل اللي انا بعمله ده ملوش لازمه خالص، صفر، ومحدش حاسس بيا. يعني عايش في حياه، عايش في حته كده ما في، يعني المفروض الناس اللي كانوا قايلين لي يلا روح خلاص ما بقوش موجودين. اصلا المفروض كان انه الاتفاق الاساسي اصلا انه الوثيقه دي هتورث للي هيجي بعد الناس دي، فالحته دي يعني تاهت منهم في بس الاحداث خلاص. والدنيا خلاص، ده ما عادش عن خلاص شكرا. ده بقى راجل فاسد. يعني انت بقى. تحولت من بطل قومي بتعمل حاجه من اجل الوطن الى ابشع بني ادم في الدنيا. ما انت عشان بقيت عشان شيطان. كده عشان كده لما جه بقى وقف قدام عمر اللي هو عز تبعوف في المونولوج ده، حتى هو بيقول له انت شبه ابليس، هو قال له ده بشكل مباشر. آه. وده طبعا كان الكور بتاع الحته دي. بس هو طبعا قال له ده بشكل مباشر، هو كده. وحتى لو بصيتي لملامح كل شخصيه، هو ده اللي حصل، انه يعني هما الاثنين في وقت ما كانوا ماشيين مع بعض، يعني بس زي ادم وابليس. ايوه. في وقت ما وده نزل وده طلع وده بقى في حته معينه كده. بس هو في النهايه شايف انه مهما انا عملت انا هفضل انسان، انا هفضل زي ما انا. ايوه. لسه برضه ضابط شرطه لما كان بيقول له أيوة. شوف بقى انت مهما عملت انا ايه وانت ايه. فلا انا يعني انا ارض خوف ده بالنسبه لي فيلم في مكانه خاص جدا. هو فيلم في مكانه انا خاص شايف جدا. انه الكلام عنده كتير، فشكل الكلام هيكمل ولا مش هيكمل؟ انا عايز اقول بس حاجه على فيلم الارهاب والكباب. كنت بما اني ذكرت والتر ارم بريست، كان بيتكلم، كان بيقارن ما بين الارهاب والكباب ورمضان فوق البركان. رمضان فوق البركان ده كان قصه برضو عن واحد شغال في الخزينه، هو اللي بيجيب القبض بتاع الموظفين ويبتدي يقبضهم وبتاع. هو شخص عنده اخلاقيات، شخص لطيف، ولكنه مش مقدر خالص في المجتمع خالص. وبرضه نقطة الذل دي ان هو بيتذل جوه رغم ان هو شغال جوه، بس هو بيتذل برضه جوه وبتاع مش عارف ايه. فنقطة الذل في المجمع موجودة. فكان في حتة كده كان بيقول فيها انه الشخص ده بعد ما سرق، بعد ما اختلس، بقى شخص محترم جدا قصاد كل الناس. يعني هو حاسس ان هو بيتجازى، بياخد حقه. هو خد الفلوس سرقها، ومع ذلك لما هو كان كويس كانت الناس بتعامله وحش. لما بقى عمل حاجه سيئه زي كده الناس كلها بتعامله كويس. هو ده زي نقد للزمن الخاص بالانفتاح وبتاع ومش عارف ايه. فكان بيقول ان رمضان فوق البركان للغرابه اجرأ. طبعا ده فيلم احسن، بس رمضان فوق البركان اجرأ في نقد ده من الارهاب والكباب. دي نقطه كنت عايز اقولها برضو، انه يعني اشاره لنهايه الارهاب والكباب، برضو دايما وحيد حامد في افلامه بيوصل المشاهد او الاحداث لاقصى نقطه من المعارضه والنقد المجتمعي والحكومي والسياسي، وبعدين في الاخر يلاقي تنفيسه بعيد خالص عن التنفيسه المتوقعه اللي هو ما حدش فيهم خسر لهذا التصاعد. ايوه. انه دايما خلاص تمام، الناس كلها هتمشي والحكومه هتمشي وتمام وخلاص، الناس هتطلع تقول بس في مظاهره جماعيه ما فيش حد مفيش حاجه هتحصل. بس هو يعني هو فكره التنفيذ، انه هيبقى فيه تنفيذ بس مجرد تنفيذ يعني مسكن. ايوه. مفيش انا حل. في اخر الارهاب والكباب كان عندي سؤال، الراجل ده هيطلع ازاي؟ انا قلت انا جت كده اخر تلت في الفيلم قلت الراجل ده هيموت، هو ما فيش حل تاني خلاص. هي دي كانت تبقى نهايه منطقيه برضو، بس هو الفكره بقى في ايه؟ ان هو شبه الناس فراح طالع في وسطهم. ما انا كنتش اعرف بقى اصل انت الناس دي انك تتكئ على الناس دي ممكن حد يقول لك اهو ممكن طبعا. لكن فكره التعاون والتكاتف وان الناس دي لاول مره اليوم ده كان مهم قوي في حياتهم. أيوة. لان هم نفسوا عن نفسهم رغم ان هم هيرجعوا تاني يعني الراجل اللي هو الجزم ما هو لما كملوا الاحداث الراجل لسه قاعد والظابط لسه قاعد كله زي ما هو عادي جدا. بس يعني
واللي حصل عملنا كمان حاجه خلتنا مع بعض. وغير كده كمان ان هو هم كلهم، ما فيش حد ارهابي، او في الاخر كلهم مشتركين، كلهم حتى طلبوا الكباب وكلوا كلهم كانوا مع وانبسطوا بعض ومش عارف إيه وبتاع. ورقصوا مع بعض وبتاع. خلاص يعني احنا كلنا عملنا ده، يعني مفيش حد عشان مسؤول. كلنا في مكان واحد. مفيش حد مسؤول. فوحيد حامد زي ما انت بنقول يعني ان هو دايما عنده الحته دي في افلامه، الحته المشتركه بتاعت انه دايما بيبقى فيه تخريجه ما في اخر الاحداث كده بتراضي كل الناس. فطبعا يعني لو رجعنا تاني لنقطه الاختيار، طبعا انا بالنسبه لي ارض الخوف. ارض الخوف طبعا. يعني ارض الخوف طبعا واضح جدا يعني. ماشي كده بقى الكتكات وصلنا لنهائي الارض. محتدم جدا الاتنين داود عبد ومثير السيد. لنفس المخرج ونفس الموسيقى التصويريه نفس كل حاجه، بس ده مأخوذ عن روايه وده سيناريو اصلي. والبطلين مختلفين بطلين مختلفين جدا طبعا. في مدارسهم يعني. واظن ده سكيل ضيق جدا وده سكيل ملتقوش واسع قبل كده. جدا. ما التقوش في اعمال قبل كده، اظن محمود عبد العزيز ولا احمد ما زكي. افتكرش ان هم اشتغلوا مع بعض. مش فاكر. ايه ده غريبه دي. بحاول افتكر، مش فاكر انا فعلا. ما افتكرش ان هم اشتغلوا، ممكن يكونوا اشتغلوا مع بعض في فيلم انا ناسيه. هم صغيرين وهم قوي مثلا، صغيرين، بس اه. لا مش فاكر حاجه عشان لا اشتغلوا شفيقة متولي. صح. شباب تقول لي محمود عبد العزيز كان الشاب الوسيم الحليوه اللي أيوة. عامل طاقته ايوه ده احمد زكي ضربه كمان. صح. ايوه لا صح. مش فاكر يعني ده هل شفيقة متولي ده فيلم اشاره لحاجه؟ ما انصحكيش هل بيه. ده اشاره لحاجه ان احمد زكي ضربه؟ اوه لا ما تدخلش الحاجات في بعضها. لا لسه ما اتكلمناش. ماشي يلا نتكلم دلوقتي. عندنا الكتكات وارض الخوف في النهائي، يعني مش عارف المشهد ده. قوي لنفس المخرج. موضوع مريب قوي. حد كان متوقع النهائي ده؟ لا انا ياه انا ما كنتش بس كان الشرط انه ده يجي هنا وده يجي هنا، يعني الفيلم ده يجي هنا في والفيلم ده يجي على هنا اليمين والشمال. ويتقابلوا. اشوف منظره لما كل الاثنين طلعوا من اللبس بتاعه. اتبسطت قوي اتبسطت قوي لو طلعوا الاثنين مع بعض. لو كانوا طلعوا في نفس المكان كنت اتضايقت قوي. فانا مبسوط كده جدا جدا. كنت متوقع النهائي ده بكل صراحه يعني. كويس مفيش اي تلاعب يعني منك. لا والله عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه يعني. انت اللي جايبه. ايوه بالظبط انت اللي جايبه بتاع. محدش مسخنه، محدش عامل حاجه يعني اوكي كله زي الفل. دلوقتي يعني ماشي. انت بقى ما دام انت حلو يا اسمر اتفضل يا باشا قول لنا. طيب انا بحب الفيلمين جدا زي ما قلت، وواضح جدا في طول الحلقه ان انا بحب الفيلمين دول. بحب داود عبد السيد جدا. بس في فيلم منهم انا بتاثر بيه اكتر من التاني. وهل واضح هو فيلم ايه؟ ارض الخوف. هل شايف كده برضو؟ انا كنت شايف ارض الخوف، بس انت لما قلت بتاثر بيه حسيت كتكات. يا ارض الخوف انا بتاثر بارض الخوف. يا عم انا بتاثر بارض الخوف اكتر بكتير. انا بحب فيلم ارض الخوف جدا. وبعدين في حته كده قد تكون غريبه جدا، بس في حته بيعمل فيها دقن بيقابل فدرة فرح. فدرة كمان يعني عايز اقول ان اختيارها ممتاز. هي فدرة مش بتعرف تمثل قوي، وبعد كده ما قدمتش حاجه بقوه او باي شكل مميز. بالنسبه لي ده ابرز دور ليها، بس هي بيرفكت للدور ده. مفيش حد انا شايف يعني. ممكن مثلا نختار يسرا عادي، تعال نحط يسرا انا بحبها جدا كممثله، بس لا في حاجه في فدرة لايقه على المكان، لايقه على المكتب بتاعها، لايقه على طريقتها القويه في التعامل مع المشهد اللي هي بتسحب كرسي بتروح تقعد مع الرجاله بتقول لهم انتوا بتشتغلوا ايه. ايوه فالثقه دي باينه قوي على فدرة، يعني باينه انها شخص واثق من نفسها. وهو ده اللي حببه فيها. هو دي البنت الست الوحيده اللي في الفيلم كله اللي هو اختارها. هو فعلا. بس هو يعني هو رغم ان هو قضى ليلتين بس مع هناء اللي هي الفنانه زينه كانت لسه صغيره قوي. الظهور ده مش عارف الاول ليها ولا ايه تقريبا. تقريبا يعني. فاللي هو قضى معاها ليلتين، وبعد كده هنعرف بعد كده انه يعني خلف منها. ايوه خلف منها ابنه. يعني فدرة اللي هي ما خلفتش. بس لا يعني هي الحب الحقيقي هي كانت فدرة. يعني في حته كده وهو ماشي في الشارع بعد ما بيبتدي يعمل دقن كده ويبعد عن وبيشوفها وبعدين بيقلع النضاره. الحته دي كل مره بتاثر فيا. انا ممكن اشوفها المشهد ده، انا ممكن اشوفه فوق 20 مره مضايقش ابدا. يعني ممكن اسيبه شغال كده لوب وافضل قاعد اتفرج عليه، بس مع انه مشهد مش يعني مش اساسي خالص، يعني مش بيعمل حاجه، بس معرفش المقابله ما بينهم كده لما بيرجع لها تاني حاسس ان انا اطمنت بشكل ما.
فلا طبعا يعني انا بحب الكيت كات جدا، بس ارض الخوف بكل صراحه. انت يا يوسف؟ هو احنا عموما اتكلمنا كتير قوي عن الفيلمين، لانهم خدوا معانا كمان مراحل كتيره، فخدوا حقهم في كل مباراه. فانا برضو كنت متوقع النهائي ده بنسبه ما، مش بالحتميه اللي كان احمد بيتكلم بيها. فانا بالنسبه لي برضو الاسباب متعدده، هختار ارض الخوف. مش يعني مفيش مفيش شطشطه. انا مش عارفه لحد انا بس انا كنت من دقيقه ارض الخوف، بعدين فكرت في كيت كات وقلت القصه يعني هو برضو نفس الكلام، انت يا اما بتحب القصص الملمومه يا اما بتحب القصص الكبيره قوي قوي، بس هو اعتقد ارض الخوف. الاثنين حلوين قوي بصراحه. بس انا بالنسبه لي كان كمان كنت حاسس انه الفنيات الاخراج والصوره في ارض الخوف كانت مستويات اعلى من كيت كات. بالعكس، ده الصوره في ارض الخوف متبهدله اكتر. لا بس انا بقى الكواليتي بتاع الصوره مش في كواليتي، لا مش بتكلم كواليتي، انا بتكلم على ككادرات يعني. بتكلم على الكادرات. انا بحب الكادرات. كادرات كيت كات اعلى. مش عارف بالنسبه لي بقى كادرات الكيت كات اعلى 100%. لا اعتقد ارض الخوف برضه. انا بحس بالنسبه لي كادرات الكيت كات اعلى. جمالياتها وهدوءها بتجذبني اكتر من كيت كات. كيت كات كادرات انا عارف كادراته احلى. ايوه كادرات احلى كتير في السياق بتاعه. بس انا يعني العالم بتاع ارض الخوف كانت الكادرات فيه، العالم بتاع ارض الخوف مثير اكتر بصراحه يعني طب وهل بالنسبه لكم ارض الخوف افضل فيلم مصري في المطلق؟ لا ولا في حاجه يعني برضو دي لا اكيد في حاجات لا هو ارض الخوف بس احسن من ارض الخوف في افضل افضل 100 فيلم، مش كده؟ لا بالنسبه اكيد في افضل 100 فيلم، بس لا مش دي النقطه. يعني انا لا في حاجات في ناس ممكن تعتبرها، انا بالنسبه لي انا ارض الخوف لحد دلوقتي ممكن بعد كده يتغير يعني، بس بالنسبه لي انا ارض الخوف هو طبعا احسن فيلم مصري انا شفته يعني، وانا بحبه. مش قادر اقول احسن فيلم مصري. احنا من دلوقتي احنا في الاول الاول بالنسبه لك احلى فيلم ايوه مش بالنسبه لي برضو، ما احنا دلوقتي بنختار في سكيل معين بعد تصفيات معينه، يعني هي اللي حطتنا في الكورنر. هو طبعا من افلامي المفضله، بس مش افضل فيلم مصري بالنسبه لي، بس هو طبعا هيبقى ممكن في اول 5 افلام طبعا بالنسبه لي. لا انا بحبه جدا 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 يعني، بقول لك انا مهووس بيه يعني مش عارف احط يعني ما بعرفش ابقى حاسم قوي في حته احط رقم 1 و2. بحط او ممكن احطه جروب يعني، هو يبقى منهم فعلا يعني افضل 5 افلام من غير ترتيب، ممكن احطه منهم طبعا بكل اريحيه يعني. بس فارض الخوف خلاص. ارض الخوف الف مبروك لارض الخوف. الف مبروك استاذ داوود يعني استاذ داوود صديقي كلمته مره في حياتي خلاص بقى صديقي. مبسوط جدا ان فيلم ارض الخوف كسب بكل صراحه، وانا يعني عموما لو كان الكيت كسب برضه كنتش هتضايق. مفيش فيلم ما اظنش ان في فيلم موجود هنا كنت هتضايق ان هو يكسب. لا ممكن يعني في فيلم كان كذا فيلم فيلمين اظن 3. طب ايه هم؟ قول. بالنسبه لي خلي بالك من زوزو. انا كنت الارهاب والكباب، البيضة والحجر. الارهاب والكباب لو كسب دي غريبه دي. هو دول 3 اللي اقل في القائمه. الارهاب والزوزو والارهاب والكباب والبيضة والحجر، مع ان هم زوجة رجل مهم. ماشي بقولك دول اقل 3 في القائمه. هم القائمه 8، ففي 5 افضل 5 فوق بقى. يعني هو الافلام اللي طلعت في الاول ايوه بجد في الاول فعلا. انا يعني مبسوط ان احنا برضو باغلب الحلقات عنده حق. اول افلام طلعت هي اللي انا قلت عليها. احنا كنا متفقين الى حد كبير الصراحه. بشكل ما. عايزين الموضوع ده مستفز شويه مش عارف. عايز المره الجايه ان شاء الله يعني نختار حاجات تبقى فيها يعني عركة. فيها بولاريتي اكتر يعني. نبعد بقى كاتيجوريز مختلفه. هو احنا دلوقتي المدارس كانت قريبه من بعض ما عدا مثلا حسن الامام، حاجات يوسف شاهين بتاع لا بس يوسف برضو يعني كان بعيد برضو عن الجيل ده يعني. بس لا احنا عايزين المره الجايه ان شاء الله نختار حاجات يعني، ان شاء الله المره الجايه معانا نختار حاجات بعيده تمام يعني. هنبتدي بقى يبقى فيه ايه يعني قله ادب اكتر من كده شويه يا ريت. بس يعني لو ان شاء الله الناس حبت الحلقه دي ان شاء الله يعني. لا ان شاء الله ما تحبش ليه ايه ده تهديد ولا ايه؟ والله احنا مستنيين تعبيرهم عن الحب ده لو في حب يعني. لا ان شاء الله. وقولوا لنا يعني اقترحوا علينا لو عايزين نعمل ده تاني، اقترحوا علينا قائمه مثلا انتوا شايفينها. واحنا معاكم لو حبيتوا فكره دور 16 يعني دور ال8 بقى احنا لسه دور 16 على 2 او لو حابين نعمل شكل تاني او حاجات تانية في شكل الادوار دي يعني، حاجات غير الافلام قولوا لنا عليها.
وبس احنا انبسطنا جدا طبعا ان احنا انا انبسطت جدا جدا بنكرر شكرا يا سلمى طبعا على والله شكرا ان انتوا يعني الاستضافة انا اللي حصرتكم في الليسته دي. لا لا، بس لا، انت لا، عامله خالص. مجهود كبير جدا وجايبه ده وجاي قطع الورق في وبتاع. انت في الصراحه برودكشن كتير يعني لا في الحلقه دي. مجهود أي كبير بصراحه يعني. فشكرا ليك، انت جزء كبير جدا من الحلقه دي يعني. شكرا جدا يا جماعه. ويعني انا انبسطت جدا قوي 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 قوي. اولا عشان او انا نفسي كان عندي سؤال اللي هو ايه افضل الافلام اللي انا شفتها من كل الافلام اللي انا شفتها لحد دلوقتي، لان انا يعني على قد ما فكره ان انا بشوف كل الافلام العبقريه، على قد ما الموضوع متعب لان انت بتشوف الافلام الحلوه بس. ايوه فبتبدا تيجي تسال نفسك ايه الحلو ايه الوحش، بتلاقي نفسك ان انت لا ده حلو ده حلو ده حلو، لان انا كل حاجه مختارالي. زي ما انت بتقولي انه اقول زي ما تقولي لما قلتي في الارهاب والكباب ان الناس ما سالتش السؤال ده قبل كده، انت نفسك مش هتتحط في ده غير لما تشوفي الفيلمين بالظبط. قدام بعض. بالظبط. كنت لسه بقول ليوسف كده واحنا جايين لما تحط الفيلمين دول قدام بعض تبتدي بقى تشوف مين فيهم اللي انت بتفضله اكتر. حلقه لطيفه، اتمنى طبعا تكونوا شايفين كده. وبس حد عايز يقول حاجه تاني؟ شكرا جدا يا جماعه. شكرا. باي باي. مع السلامه. مع السلامه.